انت
إلى برنامج من الملاعب الذي يأتيكم من ملعب المجاهد الراحل حسين أحمد من مدينة تيزي وزو، ومباريات الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا بعد أن تأهلت أمس مولودية الجزائر إلى الدور الثاني التمهيدي. شبيبة القبائل على موعد مع بيبيان ستارز جولد ستارز الغانية أيضا لتحقيق التأهل، وهي العائدة من أكرا الغنية بفوز بثنائية. هذا هو إذن الموعد المنتظر بعد أقل من 35 دقيقة من الآن هنا بهذا الملعب بهذا الصرح الرياضي الذي تعود إليه شبيبة القبائل ومعها رابطة أبطال إفريقيا، بما أنها أول مباراة لنادي الكناري صاحب 7 كؤوس في الإفريقية لخط مشوار إن شاء الله آخر وجديد في القارة السمراء. إذن للحديث عن هذه المباراة وتوقعاتنا وتحليلاتنا لهذا اللقاء معي محللي التلفزيون الجزائري. بداية سيكون بصاحب الضيافة، نرحب بك محمد زكريني، أول زيارة لملعب تيزي وزو، أهلا بك. أهلا طارق. جمهورنا الرياضي الكريم، أنا جيت سعيد بوجودي في هذه التحفة المعمارية الممتازة، واحد من أحسن الملاعب على المستوى الوطني أو الإفريقي أو الدولي. جيت سعيد، إن شاء الله نتمنى الفوز لشبيبة القبائل، هذا هو الأهم. نرحب بفريد ملولي أيضا، آخر من حمل اللقب وأول من حمله أيضا بالنسخة الجديدة مع وفاق سطيف عام 2014. 11 سنة مرت، تعود اليوم كمحلل في هذه المنافسة. فريد أهلا بك. أهلا بك الأخ طارق، وأهلا بكل مشاهدي الكرام. نرحب بالأخ محمد زكريني كأول مقابلة له في بلاطو على أرضية الميدان. نعم، نتمنى ان شاء الله هذه تولي عاده للشيخ محمد زكريني يولي يخرج معنا الميادين. انا حبيت نساله سؤال مباشر. لا ماشي ماشي اول مباراه درت في بليده المنتخب الوطني مع المنتخبات، نهضروا على الفرق اول لا درت مباراه. راح نروح مباشر معك. لما دخلنا الى مدينه تيزي وزو منذ دخولنا الى محيط الملعب وانت تتامل، ماذا اكتشفت في هذا الملعب؟ لا يعني ما كان شعورك أيضا؟ شوف يعني تحفه، يعني كنت متمني دائما نجي الملعب تيزي وزو باش نشوفوه، ما دخلتوش كامل. هو ملعب وهران مازال ما دخلتوش، نيسون مونديلا دخلته، ولكن ملعب تيزي وزو بكل صراحه الموقع، الاركيتكتور، الديزاين، أنا بكل صراحة أنا شفت خالد بن يحيى في إحدى القنوات التونسية يتكلم عن ملاعب الجزائر لأنهم بنوا في تونس ملعب في سوسة، قال لهم فرق شاسع بين نيلسون مانديلا أو تيزي وزو أو وهران مع ملعب سوسة. بكل صراحة بنية تحتية في الجزائر يعني تشيد من طرف الدولة، يعني بكل صراحة تحفة معمارية منذ دخولي وأنا أتأمل، يعني الطرقات، التنظيم، الملعب، تحفة بأتم معنى الكلمة. ما شاء الله. يعني حبيت تتحكم مباشرة، حبيت تعاود تولي صغير وتحكم. يعني حتى أرضية الميدان، وهذا الفضل يرجع كذلك لكل مسؤولي القائمين على هذا الملعب. نعم. لأن شفت أنايا كيفاش التنظيم الجيد من مدير شباب الرياضة إلى آخر عامل هنا. نعم. في هذا الملعب اللي راهم قادم. أتمنى أن كل الملاعب الجزائرية تكون تحفة مثل ملعب تيزي وزو. أتمنى كذلك من الشعب، هذا الشعب الجزائري العظيم، أن يحافظ على هذه البنية التحتية، لأنها تعد كاستثمار كبير وكبير جدا للجزائر سواء محليا أو حتى إفريقيا. نعم، هي صورة لتسويق كرة القدم الجزائرية بهذه البنية التحتية. الجزائرية تألقها يمر عبر اللاعبين أيضا وعبر فرقها. إذن قلت أمس مولودية الجزائر حققت المطلوب، هل سيكون تحصيل حاصل أنه قدم وضعت في الدور القادم بالعودة بالزاد كاملا من أكرا الغانية؟ اللاعبون الآن هم المطالبون بتقديم وجه مميز، ومعنا من أرضية الميدان سفيان مهني ليطلعنا على التشكيلة التي اعتمد عليها زيمباور، ومعك أظن أيضا سيكون أحد الضيوف. هل تسمعني سفيان؟ تفضل إليك. نعم طارق، أسمعك. تحية طيبة لك ولمشاهدي قنوات التلفزيون الجزائري. اليوم شبيبة القبائل على موعد مع حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والاستعداد لمواجهة المنستير التونسي. إذا شبيبة القبائل أو اليوم المدرب يعني أجرى العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي جاءت على النحو الآتي: حديد نشاط بن شاعة بالعيد، موالي بادا،
بوجمعة، بودبوز ومرغم وأخريب ومسعودي. يغيب عن هذه التشكيلة اللاعب صار الذي فضل المدرب زنبور إراحته بعد التعب الشديد الذي نال منه في لقاء الذهاب أمام جولد ستارز، وأيضا في لقاء الدوري المحلي أمام ترجي مستغانم. أيضا تشكيلة اليوم عرفت عودة المدافع المحوري مدني الذي غاب مطولا عن الميادين بسبب الإصابة التي تعرض لها. حتى لا نطيل كثيرا، معي ضيف اليوم المناجر العام كريم دودان معنا. مساء الخير كريم دودان. مساء الخير، مرحبا بكم هنا في تيزي وزو. اليوم يعني مباراة مهمة، رغم أن شبيبة القبائل يعني عندها أفضلية معنوية وأسبقية في النتيجة، الفوز بثنائية نظيفة. يعني نقولوا باللي يعني الشبيبه يعني قريبه من حسم التاهل الى الدور الثاني التمهيدي والاخير. لا حقا هي مباراه صعيبه، يعني يعني كان لنا ونفوزنا في مباراه الذهاب، لكن ما زال يعني مباراه 90 دقيقه في الاياب. لكن يعني اللاعبين تاعنا لازم ياخذوا الفريق هذا، يعني فريق عنده امكانيات كبيره. نعم، اليوم شفنا المدرب زنبور اجرى العديد من التغييرات، يعني كيف تفسر هذا الاجراء؟ هذا هو المدرب، يعني جرى تغييرات في التشكيله، عطى اللاعبين ثلاثه يرتاحوا اليوم، يكونوا يعني معاه في القائمه، بصح ما يكونوش في ال11 الاساسيين. بصح كاين لاعبين اللي يكونوا ان شاء الله في القمه ويشرفوا يعني المكانه تاعهم ان شاء الله. شكرا لك كريم. طارق، اعود اليك الى الاستوديو التحليلي للتحليل والنقاش عن هذه المواجهه المهمه التي تنتظر اليوم شبيبه القبائل. شكرا لك سفيان، والشكر أيضا لضيفك كريم دودان مناجر الفريق على كل ما تقدم به. نبدأ مباشرة تحليل المشاهدين عن هذه المباراة والترقب الكبير لدى أنصار شبيبة القبائل. أبدأ مباشرة من حيث انتهى سفيان وسؤاله لكريم دودان. فريد ملولي عن تغييرات زنباور لهذه الأمسية، 3 تغييرات في التشكيلة مقارنة 4 تغييرات بمباراة الذهاب. نعم 4 تغييرات، خروج حميدي ودخول نشاط، وخروج صار ودخول بوجمعة، وخروج محيوس ودخول بودبوز، وخروج الحمري ودخول أخريب. نعم. مثل المنافس الأخطار جولد ستار بيبياني، كذلك 4 لاعبين، خروج رقم 26 بواكي، وخروج رقم 23 إدوارد، وخروج رقم 8 توان، وخروج رقم 18 كونتور. يعني نفس التغييرات في نعم. نظرك؟ أكيد بيبياني منهزم بأرضية ميدانه، ربما ناتج هذه التغييرات عن عدم رضا. بالنسبة لزنباور، ما هي الأسباب إجراء هذه التغييرات؟ نعم، تغييرات الفريق المنافس بسبب الخسارة أو الانهزام الأخير، لأنه إلى حد اللحظة هذا الفريق فريق بيبياني جولد ستارز فاز في مباراة واحدة، هي مباراة بطولة، فاز لأنه عنده مباراتين متأخرتين لاعبين نعم. 3 جولات. هو فريق فتي. نعم. يعني تأسس في 2019، يعني فاز في البطولة يوم 13 سبتمبر، وانهزم قبلها في كأس السوبر يوم 31 أوت أمام فريق أشانتي كوتوكو ب1-0، وانهزم بعدها أمام شبيبة ب2-0 الأسبوع الماضي. لذلك أظن أنه كان مرغم عليه أنه يغير. نعم. نتحدث عن شبيبة القبائل أكثر فريد. نعم. زنباور هل أراد إراحة اللاعبين؟ هل أراد إعطاء ثقة للبعض على غرار بلال مسعودي؟ هل أراد ربما رؤية لاعبين آخرين في المنافسة الإفريقية أكثر؟ نظن أنه عنده كل لاعبين كبار وعندهم اسم كبير الآن حتى لأدخلهم، لذلك يريد أن يعطي المنافسة كذلك للاعبين، لأنه فائز في مرحلة الذهاب ب2-0، يريد إعطاء المنافسة كذلك، وبعدها عاد إلى هنا وفاز أمام مستغانم ب1-0 نهاية الأسبوع الماضي. لذلك أظن أنه أراد أن يعطي أكثر فأكثر المنافسة ل4 لاعبين الذين أدخلهم اليوم، ويريح لاعبين آخرين، لأنه رأينا كذلك في هذه المباراة هو دخول اللاعب مدني في بنك الاحتياط بعد غياب نعم بعد الغياب لأشهر كبيرة. لذلك نظن أنه أراد إعطاء أكثر فأكثر دقائق اللعب بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا كثير الأخطار. نعم. اذكريني، نتحدث عن شبيبة القبائل، قيمتها إفريقيا، الحفاظ على هذه السمعة ثقل أيضا لدى اللاعبين. الفريق يعود إلى المنافسة
رابطة أبطال نتحدث بعد غياب لسنوات، ثقل كبيرة على هؤلاء اللاعبين وأيضا على هذا الفريق. نعم، وعلى حسب ما شفت اللاعبين، كثير من اللاعبين ما عندهمش التجربة الإفريقية، يعني تقريبا بالك كثير من اللاعبين أول مرة في تجربة إفريقية على المستوى الإفريقي، ولكن يحملون ألوان شبيبة القبائل. شبيبة القبائل هو الزعيم الجزائري على المستوى الإفريقي، زعيم الأندية الجزائرية على المستوى الإفريقي، نقولها بكل صراحة. لهذا عندهم ثقل كبير ومسؤولية كبيرة على عاتقهم من أجل الذهاب بعيد مع هذا الفريق، مع شبيبة القبائل. شبيبة القبائل له باع على المستوى القاري، كل الفرق تحسب له 1000 حساب، وهذه هي ما هي إلا البداية، لأن شبيبة القبائل لم تتعود لعب الأدوار التمهيدية. صحيح. كانت تدخل مباشرة للمجموعة، كانت تدخل مباشرة، ولكن هذه هي البداية. إن شاء الله ستكون انطلاقة موفقة للمستقبل. نعم، سأعود إليك للحديث عن التحكيم وطاقم تحكيم هذه المباراة. فريد ملولي، نتحدث مباشرة في اللقاء، خاصة وأنه التفوق الكثير يتحدث كما قال كريم دودان أيضا في تصريحه لسفيان مهني، لا يجب أن نغتر بالفوز ب2-0، لكن هل تتوقع أن يدخل ربما شبيبة القبائل بنية الحفاظ على النتيجة أو تعزيزها ويكون أكثر هجوميا منذ البداية؟ نظن انه كي نشوفوا اللاعبين الذين ادخلهم المدرب تيمباور اليوم هجوميا اكثر منهم دفاعيا، خاصه وسط الميدان وحتى المهاجمين. لذلك نظن انه مدرب عارف جيدا صعوبه مقابله العوده، مستندا على مقابله الذهاب، لأن الفوز في مباراه الذهاب هو شوط واحد، يعطيك تلك الثقه التي تكتسبها امام هذا الفريق. نظن ان المدرب تيمباور سينتظر، او حتى اللاعبين داخل ارضيه الميدان سينتظرون خروج الفريق لمحاوله العوده او التسجيل، سيتركون فراغات وراءهم، وهذا ما سيستغله لاعبين شبيبه اليوم. ولما لا ان شاء الله نرى شبيبه القبائل. هل نتيجه الذهاب فريد سلاح ذو حدين؟ نعم، سلاح ذو حدين بالنسبة لشبيبة القبائل وليس بالنسبة للمنافس، لأنه الآن شبيبة القبائل هي فائزة، حتى لو يخرج المقابلة، حتى لو ينهزم اليوم ب1-0 أو تخرج تعادل 0-0 سيتأهل. لذلك نظن أن الفريق المنافس هو الذي مطالب بالخروج من منطقته للتسجيل في هذه المباراة، سيترك أكيد فراغات وراءه. لذلك نظن أنه حتى اليوم أمام بمسعودي ومرغم وأخريب لاعبين في الهجوم سريعين جدا، وراءهم مهاريين أيضا. نعم، مهاريين، وراءهم اللاعب المهاري بودبوز، وراءه اللاعب بوجمعة، اللاعب الذي يلعب بوكس تو بوكس. نعم. امامه اللاعب بادا كذلك. اما على اليسار موالي اللاعب الرواق الايسر، نقدر نقول انه اكثر منه مهاجم، خاصه لما يلعب داخل ارضيه ميدانه. نشاط كذلك رايناه نفس الشيء. حتى اللاعبين بالعيد وبشاعة في الكرة الثابتة. لذلك نظن أنه شبيبة أخذت شوط كبير بمباراة الذهاب، ولما لا إن شاء الله اليوم في الشوط الأول ستحسم النتيجة كذلك، وللعب أكثر فأكثر بأريحية فيما تبقى من اللقاء. المستوى الذي قدمه بيبياني جولد ستارز في مباراة الذهاب يجعل ربما شبيبة تلعب بأكثر أريحية، أم أنه منافس لا يستهان به بإمكانه أنه يشكل لك صعوبة رغم تأخره بهدفين؟ شوف طارق، منافس في بداية في مباراة بالنسبة للشبيبة أوكي، ولا واحد يعرفها. الشبيبة لما ذهبت هناك ذهبت في الدقائق الأولى أنها كانت تنتظر غلقة وسط الميدان، يلعبون بكتلة متوسطة إلى بعض الشيء منخفضة، وبعدها الذهاب بالهجمات المعاكسة، ورأينا ذلك في الهدفين الذي سجلهما الشبيبة. نعم، لذلك والهدف أيضا الذي احتسب يعني كانت في من وضعية تسلل لمحيوس. نعم، ولكن جاءوا من هجمات معاكسة لأنه المنافس مجهول. ولو أنه الهدف الثاني الهدف الثاني كان بناء جماعي جميل جدا جميل جدا. وهذا بعد ماذا الأخ طارق؟ بعد أخذ الثقة، لأنه لما تلعب خارج ميدانك وتكون فايز ب1-0 أمام منافس مجهول وتستغل تلك الفرص وتلك الثقة في جانبك، ستعمل المستحيل كذلك. نظن أنه مباراة العودة الآن تختلف على مباراة الذهاب. الآن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيدا، يعرفان نقاط القوة ونقاط الضعف. لذلك نظن أن المدربين أخذ كامل الاحتياطات، سواء مدرب تيمباور أو حتى مدرب بيبياني، سأخذوا كامل الاحتياطات للمباغتة وللعب السريع أو اللعب بناء الهجمة بطريقة متواضعة. لذلك نظن أنهم فريق الشبيبة قد استهل الكثير والكثير، وقد أخذ البعد الكبير في نتيجة الذهاب. لذلك سنراه مستريح بعض الشيء في بداية اللقاء، وسيلعب كذلك على الهجمات المعاكسة والفراغات التي سيتركها فريق بيبياني لتعزيز النتيجة أكثر وأكثر. في نظرك أنت من سيكون مبادر؟ المبادر نظن أنه لما تشوف نتيجة ذهاب
نظن أن المبادرة ستكون من طرف فريق بيبياني، لأن الفريق هذا منهزم في أرضية ميدانه، سيسعى مضطر للخروج، ما عنده حتى حل، ما عنده حتى نعم. لذلك نظن أنه سنرى الفريق المنافس هو الذي سيخرج هذا الأمر الذي يجب استغلاله. نعم، وهذا الأمر كما قلت الأخ طارق سيجب استغلاله من طرف المدرب تيمباور وحتى اللاعبين الموجودين داخل أرضية الميدان لعمل الفرق في في هذا الشغل. يجب أيضا استغلال عاملي الأرض والجمهور محمد زكريني. نعم، أنا نشاطر قرابة 30,000 مناصر إلى حد الآن، يعني لا يزالون يتوافدون على الملعب. نعم، أنا شاطر فريد، ماهيش انت قلت مفخخه، يعني 2-0 باش هنايا قلت مفخخه، قلت الافضليه للشبيبه. الافضليه للشبيبه، لان باش تسجل 3 أهداف الفريق المنافس في ملعب حسين ايد حمد ليس من السهل امام شبيبه القبيل. كريم عثمان قال لك تحصيل حاصل. البارح قال لي تحصيل حاصل، عنده الحق 2-0 ما نظنش يعني. لهذا الاخ محمد لازم او يلزم على لاعبين شبيبه اليوم الذين يلعبون او ال11 الذين سيدخلون في الشوط الاول في بدايه المباراه ان يلعبون بذكاء، يلعبون بذكاء خاصة في بداية اللقاء. أين يكمن هذا الذكاء فريد؟ الذكاء في تسيير المقابلات أو في تسيير دقائق المباراة وخاصة في بدايتها. نعم، خاصة في بدايتها. ما يلزمش على لاعبي شبيبة القبائل أنهم هما اللي يبادروا الهجوم، لأنه هو فائز ب2-0 الأخطار، مش محتم عليهم أنهم هما الذين يبادروا الهجوم. ما لازمش تكون مخاطرة خاصة في بداية اللقاء، لأنه لو يسجل هذا الفريق بيباني في بداية اللقاء سيعمل صعوبة كثيرة شبيبة القبائل. يلا لما تتحدث عن الذكاء تقصد بذلك التركيز، تسيير مراحل المباراة. المدرب الآن لأنه اللاعب كما نعرف لما تدخل المباراة وانت فايز مهما يكون صعب أنك تنحيها، لكن ما هو دور المدرب أو كيف يمكن له إرجاع التركيز للاعبين ونسيان مباراة الذهاب؟ الحاجة عدم التساهل في كرة القدم ضروري. نعم، عدم التساهل وعدم الاستهانة كذلك بالخصم، لأنه هذا الخصم مع أنه فريق شبيبة فائز عليه ب2-0 ولكن يبقى دائما خصم مجهول. دخول اليوم 4 لاعبين جدد الأخ طارق، يبقى دائما خصم مجهول. هل هذه طريقة ربما للبحث عن التركيز أكثر، إدخال لاعبين لتقديم مستويات أفضل؟ نعم، تقديم مستويات افضل ولاعطاء ذلك الانتعاش البدني خاصه في ال11 الاولى، لانه لما تشوف 4 لاعبين لم يلعبوا مقابل الذهاب بالنسبه لبيبياني، اظن ان المدرب فريق بيبياني اراد ان يعطي ذلك الانتعاش البدني او تلك تغيير واحد في وسط في الدفاع، تغييرين. لا تغييرين في وسط الدفاع، في الدفاع انكارا واتينغا. لا نتكلم على شبيبه القبائل موالي. تغيير واحد، تغيير واحد في وسط الميدان. نشاط هو الوحيد الذي دخل في مكان حميدي. تغيير واحد في وسط الميدان هو خروج صار ودخول بوجمعه، وتغييرين في الهجوم. وتغييرين في الهجوم نعم. اما فريق بيبياني فتغييرين على الاظهره انكارا واتينغا، وتغيير في وسط الميدان الهجومي اللي هو اتيبا، وتغيير في الهجوم كذلك. لذلك نظن انه فريق شبيبه اليوم سيكون مش تحت ضغط النتيجة، ولكن سيلعب بأريحية، وإن لعب بذكاء سيعزز النتيجة مع نهاية الشوط الأول أخطار. نعم. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة محمد زكريا. طارق، قبل ما نتكلموا على طاقم التحكيم لابد أن نفسر للجماهير الأدوار التمهيدية. صحيح، هذا هو الشيء اللي لازم يفهمه الجمهور. نعم، لازم يفهموه، لأن شفنا البارح مولودية الجزائر في الشامبيونز ليج أن الحكم لم يكن في المستوى يعني المطلوب. يعني شفنا ضربة جزاء لمولودية الجزائر لم تعلن، وشفنا المساعد رفع الراية للاعب مولودية الجزائر وهو لم يكن في وضعية تسلل. هذا ما نساوش الأدوار التمهيدية الأولى هذه ما فيش فار. لهذا نقول لماذا؟ لأن الحكام كل الحكام تاع الأدوار التمهيدية أغلبيتهم إلا إذا يكونوا دربيات كبار في الأدوار التمهيدية بين شمال إفريقيا أو قليلة ما تكونش، يعني قليلة جدا جدا يجيبوا حكام كبار، ولكن الأدوار هذه يديروا حكام شبان اللي باش يشوفوهم. باش انا درك شفت حكام لاول مره يكونوا دوليين. انا نعطيك الحكام هذا الرباعي تحكيم باكمله من البلد سيراليون، يعني من بلد سيراليون. الحكم الرئيسي او ليكون السيد كونتي رشيد محمد، هذا حكم دولي منذ سنه 2024، السنه الماضيه فقط اصبح حكم دولي من 2024. هذه المباراه الثانيه اللي يديرها
ناقص خبره. ناقص خبره كثير. المباراه الموسم الماضي دار مباراه تمهيديه في الدور التمهيدي، او السنه هذه في الدور. اما المساعدين اول مباراه يديروها هما حكام دوليين من وقتاش؟ من جانفي 2025. يعني دخلوا القائمه السنه هذه. لهذا حكام ما عندهمش التجربه الكبيره، ما عندهمش الخبره الكبيره. المساعد الاول فريمان صاهر عبد الله حكم دولي منذ 2025. المساعد الثاني كونتي الوزين حكم دولي منذ 2025. والحكم الرابع كذلك بازين منذ حكم دولي 2025. يعني كلهم حكام كلهم حكام جدد. يعني الكاف في البدايه تاع الادوار التمهيديه جدد افريقيا باش تشوفهم كما البارح في ملعب دويره وين لعبت مولوديه الجزائر. المراقب الحكام ليفالياتار او لاسيسار اللي يراقب الحكام هو رئيس لجنه الحكام في الكاف، كان موجود هنايا. انتقل فرصه لحكام جدد. نعم جدد بيشوفوهم. نعم. هذه هي اللي يشوفوهم. احنا لما يشوفوا الاخطاء التحكيميه ولا حاجه باش الجماهير ما تتقلقش راهم يسمعوا فيا ما يتقلقوش. مفهوم انه يعني قليلي الخبره. قليلي الخبره، لان لما تتقلق وتدير كاش حوايج نقولوا احنا الادوار التمهيديه ايضا نقطه يجب الاشاره اليها انعدام الفار ايضا. نعم انعدام الفار. وهاني قلت حكام البارح مولوديه فازت 3-0. تخيل انت كانت 0-0 وتنحي لها ضربه جزاء وتنحي لها ماهيش حاجه سهله. لهذا لابد على الجماهير ان تتفهم في هذه الادوار الاولى. نعم. حتى في بلدان الاخطارق في الدور الربع النهائي وفي النصف النهائي ما عندهمش الفار في ميدانهم. الان اصبح اجباري. نعم الان اصبح من اجباري. دور المجموعات على المواسم الماضيه. صحيح. لذلك نظن انه حتى الجمهور ما يعطيش نفس الثقه التي ينتظرها من الرابطه او الاتحاديه الجزائريه لكره القدم في الملاعب الكبرى مثل ما يستاهل في امام الفرق الاخرى في افريقيا. نعم. فريد نتحدث عن المنافس بيبياني جولد ستارز. هل تتوقع أن يغامر ربما منذ البداية لتعويض نتيجة الذهاب؟ هل هو مجبر على ذلك؟ هل تتوقع أن يعتمد نهج هجومي منذ البداية؟ نظن انه مجبر على امامك يعني. نعم نظن انه مجبر لانه يلعب اليوم دخول ابيا في الهجوم وايدوكو واتاكومي وايزاك الأربعة الذين ينشطون وسط الميدان وخط الهجوم. لذلك نظن أنه سيلعب الهجوم منذ بداية اللقاء لأنه ما عنده ما يخسر. هذا الفريق هو خاسر في مباراة الذهاب 2-0. سيأتي لتقديم الكل في الكل سواء هجوميا أو حتى في وسط الميدان. 4-2-3-1 أو 4-3-3 هذا هو النهج فريق بيبياني. لذلك نظن أنه مجبر على الخروج هذا الفريق لمحاولة تسجيل أمام الشبيبة للعودة في النتيجة. وهذا ما يجب على لاعبي شبيبة القبائل استغلاله في هذا الشوط. عدم إعطاء تلك الثقة للمنافس أولا، واستغلال الثغرات أو المساحات التي يتركها لاعبي الفريق المنافس واللعب فيها لتعزيز النتيجة وللتسجيل في هذه المباراة. نعم. ماذا عن نقاط قوته ونقاط ضعفه هذا المنافس؟ نظن أنه نقاط الضعف قد غير فيها المدرب وهو خروج الأظهرة ودخول ظهير أنكارا وآتينغا ووسط الميدان الهجومي. لذلك نظن أنهم هذا هو الذي كان العقم في مباراة الذهاب أو الذي استغله. نعم المشكل استغله فريق شبيبة القبائل. لذلك نظن أنه اليوم غير 2 و1 في وسط الدفاع اللي هو أشومبونغ ودخول اللاعب أنكارا. هذا اللاعب الذي لم يكن في ورقة اللقاء في مباراة الذهاب، هو لاعب جديد. لذلك اظن انه سيكون لاعب عائد من اصابه او لاعب عائد من اصابه او متاهل جديد بالنسبه نعم. لهذا الفريق. لذلك اليوم يجب اللعب بحذر واللعب بذكاء خاصه في بدايه اللقاء الاخطارق. نعم. من حيث زيمباور ما هو النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه بهذه التغييرات التي اجراها اليوم؟ وهل سيكون مسعودي هو راس الحربه الوحيد يعني؟ نعم مسعودي هو اللاعب رأس الحرب الوحيد لأنه دائما اللاعب كما عودنا المدرب تيم باور خطته أو النهج الذي يعتمد عليه دائما 4 في الدفاع وهو اللاعب نشاط على اليمين، مولي على اليسار، بالعيد وبن شاعة في وسط الدفاع. أمامهم 2 نعم. صار وابو جمعة، وأمامهم 3 مرغم على اليسار وابو دبوز في الوسط وأخريب لحلو على اليمين، وأمامهم اللاعب مسعودي. نتمنى إن شاء الله التوفيق لفريق الشبيبة في هذه المباراة ولما لا إن شاء الله. من تتوقع أن يكون لاعب الشوط الأول؟
نتوقع انه مهدي مرغم كان مميز في مباراة الذهاب. مهدي مرغم عاد بقوه هذا الموسم مع شبيبه القبائل ومع المنتخب المحلي. نظن انه اللاعب لحلو اخريب واللاعب مسعودي. سنكتشف ذلك إذن خلال مجريات هذا اللقاء. أما الآن مشاهدينا فواصل إشهارية ومن بعدها ستنطلق المباراة ونتوجه مباشرة إلى الزميل أمين رزاوي بعد الفواصل الإشهارية. وردنا قبل قليل إيريس عادت بالتلفزيون جدد وغير ثقيل. إيريس والابتكار بعد الإشهار. إيريس والبيبر تي في، فن ديزاين وأناقة، الحطة في الحيط، تحفة تاع متحف. 3 سنتيمتر كاش اللحم. هو كاين. سكر وتقطع تاع إيريس ما منو بواكس. الهضرة تيرا مع بن ناصر امبوسيبل تكون خاسر. نزيد لك مع بورتابل تي في كي تهبط الحومة تكنولوجيا إيريس تجي معاك. فين في الصحراء ويمشي حتى في البحر. بيان سور باتري. بلا ما نحكيو على الاولاد تي في سينما وكي تشبع من كلادياتور اقلبها كراوكي مع المينيبات. ادو عجبك الحال يا سيسا؟ نورمالمون كون فهمتوا الاغنيه إيريس يبقى هو الاول في لينوفاسيون. التشكيلة الجديدة لتلفزيونات إيريس، ديما نشوفوا بعيد. إيريس، نظرة للمستقبل. إيريس، علامة الجودة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيريس. إيريس، علامة الجودة. هنا الجزائر، هنا تيزي وزو، أرض الجبال الشامخة والرجال الأحرار وموطن الكبرياء الذي لا ينحني. مدينة تحمل ذاكرة نضال وتاريخا عريقا بثقافتها الأصيلة. صنعت المجد وقدمت للجزائر أسماء ستبقى خالدة في ذاكرة الرياضة. وهنا تحت اسم الراحل المجاهد حسين عيد أحمد يرتفع صرح جديد رياضي شامخ، مكسب وطني يخلد المسيرة ويرمز إلى قوة الانتماء على أرض تخطو الفصول الجديدة من الحكاية لتبقى كرة القدم هنا أكثر من لعبة، إنه شغف وهوية، تاريخ ومستقبل، ورايا ترفرف عالية باسم الجزائر. فلتحيا الجزائر دائما. عبر قنوات التلفزيون الجزائري مشاهدينا الكرام، أسعد بخدمتكم الأمسية معلقا واصفا في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري والضيف بيبياني جولز ستارز الغاني في إياب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا. الكناري يدخل هذه المواجهة بأريحية بعد عودته من أكرا بفوز ثمين بثنائية دون رد. على الصورة تشكيلة نانا ياو المدرب بيبياني جولد ستارز الغاني الذي اقتحم كوبي وأنكارا، وكذلك أتينغا القائد، وسامونيل إيجيمبونغ وأنابا وكيديفين أوبيونغ وبرايت بواكي وكومي وأدوكو وإسحاق إيجيبي وأبيا ماركيتي. هذه تشكيلة فريق بيبياني جولد ستارز الخامسة. يدير هذه المواجهة الحكم سيراليوني كونتي رشيد معبد وفيرمان سار عبد الله وكونتا ألويسون وكورمان محمد بازين كحكم رابع. تشكيلة الشبيبة على الصورة نشاط أو حديث في عصر المرمى، نشاط بن شعب العيد موالي بعد، وكذلك بودبوز وابو جمعه ومرغم واخري بلحلو ومسعودي. هذه التشكيله التي اعتمد عليها مدرب شبيبه القبائل جوزيف زيمباور. سيرافقني على خط التماس الزميل سفيان مهني. مساءك سعيد سفيان. مساء الخير امين، تحيه طيبه لك ولمشاهدي قنوات التلفزيون الجزائري. اليوم هو موعد حسم بطاقه التاهل الى الدور التمهيدي الثاني
نتمنى أن يتأهل شبيبة القبائل إلى الدور المقبل والأخير. وحد موفق للشبيبة وحد موفق لك أمين. شكرا سفيان على هذا التدخل، وسنرافق سفيان طيلة 90 دقيقة على خط التماس. شبيبة القبائل في ثاني خرج لها على مستوى دوري أبطال إفريقيا هنا بمعقلها الجديد، هنا أمام جماهيرها. لحظات قليلة وسيعطي الحكم السيد كونتي رشيد محمد دولي منذ 2024 إشارة انطلاقة تأتي المباراة المتميزة بين شبيبة القبائل وبيبياني جولد ستارز الغاني. الشبيبة بأفضلية التقدم، هنالك بغانا بثنائية نظيفة تتوالى على تسجيلها مرغم وكذلك أبو بكر صار الغائب اليوم على الموقعات اليوم في خرجة أخرى لشبيبة القبائل. لما تقول شبيبة القبائل تقول الحكاية مع ماما أفريكا، شاركت 19 مرة حيث حققت 62 فوز وتعادلت في 21 وخسرت 39 مواجهة. لعبة الشبيبة في المنافسات الإفريقية 210 مباريات سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية. الأجواء المتميزة على ملعب الراحل المجاهد حسين أحمد كالعادة، اللونين الأصفر والأخضر هنا بملعب حسين أحمد بمدينة تيزي وصول عدد قليلة. وسيعطي الحكم إشارة انطلاقة تأتي المباراة. هذا بنك احتياط نادي شبيبة القبائل مدني وكذلك محيوس المتواجد في بنك الاحتياط بعدما لعب المباراة السابقة هنالك بغانا وقدم مستوى رائع، وصاحب الهدف الفوز على مستوى البطولة أمام ترجي مستغانم الأسبوع الماضي، وتحقيق شبيبة القبائل لأول فوز داخل الديار هذا الموسم. هذا الفتى الصغير أخري بلعلو اللاعب المنتخب المحلي الجزائري يشارك باستمرار في تشكيلة جوزيف زيمباور المتواجد أمامنا على الصورة. المدرب الألماني معروف بفلسفته الدفاعية واللعب الهجومي وكذلك يعرف جيدا بيت الشبيبة، خاصة بعدما نحتل الوصف الموسم الماضي بتوليفة متميزة، خاصة هذا الموسم بأسماء جديدة على شكلة بالعيد موالي حمزة القادم من مولودية الجزائر، مسعود القادم من الدور البلجيكي ولا سبق ونلعب في جياساس هنالك بشبيبة الثورة بالعيد اللاعب السابق كذلك لاتحاد العاصمة والذي كان ينشر في الدور البلجيكي 26 سنة خبرة وتجربة وسبق كذلك ونفاز بكأس الكونفدرالية الإفريقية وسوبر الإفريقي مع فريق السابق اتحاد العاصمة. لحظات قليلة وسيعطي الحكم إشارة انطلاقة هذه المواجهة التي قررت على الساعة 7 مساء. الأجواء الخيالية، الأجواء الممتعة، عشاق هذا الكيان حاضرون بقوة للمساندة للوقوف في غمار ماما أفريكا. أمسية البارحة فعلت المولودية وتأهلت إلى الدور القادم من هذه المنافسة في انتظار شباب الوزداد وكذلك اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية. فنحن موجودين ونحن نساند كل ما هو جزائري وكل من يكون جزائريا في المنافسة الإفريقية. شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة، شباب الوزداد، نتمنى التوفيق لكل ممثلي الكرة الجزائرية. لحظات قليلة الحكم كوني رشيد محمد يضبط كل شيء قبل إعطاء إشارة انطلاقة. تأتي المباراة الواعدة والكبيرة لشبيبة القبائل أمام بيبياني جولد ستارز الغاني، يضبط كل شيء قبل إعطاء إشارة انطلاقة. تأتي المباراة على بركة الله. الشبيبة متواجدة على الجهة اليمنى وبيبياني جولد ستارز الغاني، والكرة السريعة من هنا وإيمانويل كوبي كان في المرصاد في أول كرة وفي أول فرصة لمسعودي 27 سنة كورتيريك البلجيكي سابقا. هي الكرة الأولى في هذه المباراة. الشبيبة بدون مقدمات بدون عروض كروية من القائد بودبوز، حاول لعب الكرة في العمق لكن قراءة مثالية كانت من الحارس إيمانويل كوبي. كرة في منتصف الميدان لمصلحة الشبيبة. العودة لبلعيد لحديد مباشرة لبن شاعة. التعيط والانتظار على عناصر الشبيبة أن تحتفظ بالكرة وعلى عناصر الشبيبة أن تحرم عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني من الكرة في الوسط لأرتور بادا. لعبة طويلة لمرغم القادم من اتحاد العاصمة، سريعة لكن التغطية الدفاعية من فيليس أتينغا قائد فريق بيبياني جولد ستارز الغاني في الوسط لأعلى أخرية بلي بادا. تغيير اتجاه على طرف اليسار. الكرة إصابة لموالي حمزة توزيع
والحارس إيمانويل كوبي كان في المرصد مرة أخرى، يسقط يتألم، والكرة من هنالك من أخرب لهلو كاد أن يصل إلى المبتغى. هكذا كانت الكرة، هكذا كانت اللعبة، هكذا كان لهلو أخريب من زاوية أخرى كاد أن يصل بهذه الكرة لهلو أخريب لولا براءة الحارس إيمانويل كوبي والقراءة المثالية. لكن فينيس لاتينغا كان متميزا في هذه الكرة وقام بالواجب من أمام الفتى الصغير لهلو أخريب اللاعب الدولي في المنتخب المحلي. والكرة من هناك لمصلحة إيمانويل كوبي ولمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني في الوسط. عادت للشبيبة مرة أخرى، لعبت لهلو أخريب في منتصف الميدان بالشكل اللازم لبوجمعة. شارك في ربع ساعة فقط في المباراة الذهاب هنالك بغانا. عادت لبن شاعة لبالعيد زين الدين، يأتي من هنالك مهدي مرغم على الاستلام، التريث، البحث عن الرفقاء، تغيير اتجاه اللعب مباشرة لبن شاعة، يبحث عن التقدم بن شاعة، يبحث عن الرفقاء، يأتي من هنالك لهلو أخريب أمام الضغط العالي من جانب عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني في الخط الخلفي دائما لمصلحة الكناري. تغيير اتجاه اللعب، وصلت لعبت لبلعيد زين الدين، يلعب في منتصف الميدان لمرغم، لكن التغطية من كيليفين أوبيونغ يسترجع هذه الكرة إلى بالي إيمانويل إنكارا في الوسط. ألابا هذاني من عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني أنها تكسب الثقة وتحتفظ بالكرة لأننا نملك الأفضلية. والكرة لمرغم مهدي عنده الإمكانية، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، والحارس إيمانويل كوبي مرة أخرى كان في المرصد. الشبيبة تريد منذ البداية خطف الأسبقية لكسب الثقة اللازمة في الخط الخلفي. بالعيد من أمام سامسون أوديكو، والاستنجاد بالحارس حديد. محمد يدير في منتصف الميدان، طاولة أمامية لبوجمعة ناحية لهلو أخريب، يتركها على طرف اليسار لحمزة موالي القادم من نادي مولودية الجزائر وسبق. وكذلك الآن مع أتلتيك بارادو خريج أكاديمية أتلتيك بارادو. الحكم يقول هنالك العودة من التسلل لمصلحة الدفاع بيبياني جولد ستارز الغاني. الشبيبة توجت مرتين بدوري أبطال إفريقيا باسمها القديم سنة 81 900,000 و90 900,000، وكان أول نادي يتوج بالبطولة دون تلقي هزيمة في نسخة 81 900 و1000 باسمها القديم كأس الأندية الإفريقية البطلة. كرة وخطأ ضدك يا بوجمعة ولمصلحة كيليفين أوبيونغ ولمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني في منتصف الميدان. لعبة طويلة في الأمام، التغطية والإبعاد، ارتدت عادت استرجعت لبعد أرتور، يلعب سريعا من هنالك للهلو أخريب، الاستلام، التريث، الانتظار، يطلبها مسعودي سريعة 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 سريعة، لكن مسعودي لم يصل بهذه الكرة واسترجعت لمصلحة عناصر الفريق الغاني كيليفين أوبيونغ بالشكل اللازم. الإبعاد من إيمانويل كوبي في الأمام، استرجعت للهلو أخريب، الصافرة والخطأ. يقول حكم المواجهة لمصلحة حمزة موالي ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل على الكرة والصراع بين حمزة موالي واللاعب كيليفين أوبيونغ، والحكم صفر خطأ لمصلحة شبيبة القبائل. لعبت لحمزة، يتريث حمزة، تأتي المساندة من بعد أرتور، يلعب سريع لبودبوز، يلعب اليوم كأساسي رياض بودبوز، يتركها لبادا، إذا وصلت لبادا قصيرة يفتح له من هناك البودبوز، يفضل العودة لهلو أخريب، العودة لمنتصف الميدان لبوجمعة، اللمسة القصيرة لمهدي مرغم، مهدي مرغم يطلبها حمزة موالي على الاستلام، التريث، الانتظار، تأية الكرة على طرف الأيسر لبودبوز، لعب الكرة القصيرة والتغطية الدفاعية المثالية من هناك من فينيس لاتينغا، يبعد هذه الكرة مباشرة في التماس للكناري بشكل سريع على الطرف الايسر لحمزه موالي مجددا، جاءت من عند من عند لهلو أخريب، البحث عن التوزيع، التمويه، البحث عن الدخول، تسترجع لحمزه موالي، حمزه يتريث، حمزه من هناك يبحث عن بادا، وصلت كره بادا البينيه للهلو أخريب، يبحث عن المرور والمراوغه، لكن التغطيه المثاليه من هنالك من كيليفين. يا سلام، اول
أهداف المباراة لمصلحة عناصر شبيبة القبائل عن طريق لحلو أخريب عند الدقيقة السادسة. يا سلام يا سلام يا سلام، في أفوة دفاعية من الفريق بيبياني جولد ستارز الغاني يفعل من هنالك لحلو أخريب ويسجل أول أهداف المباراة. نكن اللقفايل الروان جرجر جياس كان حمل العزيز نعم العمر ورنن كيلاصل أكيد مكر. هكذا هو حال لسان عشاق الأصفر والأخضر هنا بملعب الراحل المجاهد حسين أحمد بأول الأهداف عن طريق لحلو أخريب. اهتزت الشباك فاهتزت المدرجات. هكذا من هنالك خطف الكرة، هكذا وضع الكرة، هكذا من هنالك فعل لحلو أخريب خطأ دفاعي فادح من جانب بيبيان جولد ستارز الغاني. هذا يسوي، هذا جول لمصلحة عناصر شبيبة القبائل. يجب أن تبدأ الحساب يا بيبياني جولد ستارز الغاني. أنتم أمام زعيم الأندية الجزائرية. كرة في الوسط عادت من هناك لمجمع البحث عن المرور والتدخل والخطأ. يقول حكم الموجه لمصلحة مهدي بوجمعة ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل. هاي الكرة والتدخل كان من أبيا ماركاتي من أمام بوجمعة. تدخل من الخلف تحت أنظار الحكم السيراليوني كونتي رشيد محمد. زيمباور يعرف قيمة المباريات، يعرف قيمة الأهداف، يعرف قيمة المجموعة، يعرف قيمة الانسجام، يعرف قيمة الفوز داخل الديار. والكرة من هناك لمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني والتغطية بالشكل اللازم والانطلاقة للكناري في منتصف الميدان. قطعت واسترجعت. حذاري من هذه الكرات، حذاري تسديد من خارج منطقة الجزاء والحارس حديد كان في المرصاد بعد هذه التسديدة من إسحاق جيتي من مسافة بعيدة. حاول المخادعة وحاول المباغتة. ندخل الدقيقة التاسعة. الشبيبة عرفت كيفية الدخول في مجريات هذه المواجهة. الشبيبة عرفت كيف تستثمر في الخطأ الدفاعي الأول الفادح من دفاع بيبياني جولد ستارز الغاني عن طريق لحلو أخريب عند الدقيقة السادسة من عمر الشطر الأول أو الشوط الأول أو الصف الأول. والكرة من هناك والانطلاقة لمسعودي في منتصف الميدان. التغطية الإبعاد الاسترجاع من بودبوز رياض يطلب بعض يفضل بالكرة الطويلة من هناك الاستلام من حمزة موالي للحلو أخريب لبعد مجددا يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء ومسعودي كان متسللا في هذه الكرة. اوف سايد يقول حكم المواجهة لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني. هاي اللعبة بعد نعم كانت هنالك وضعية تسلل على مسعودي ولمصلحة الدفاع الغاني. كرة من هناك كله يأتي من الجهة اليسرى. طويلة أمامية في الوسط. رياض بودبوز بعد العودة للخط الخلفي لمصلحة عناصر شبيبة القبائل. اللازم عادت ولعبت لبالعيد. بوجمعة على الرواق الأيمن والاستنجاد به الحارس حديد. استلام الكرة وعملية البناء ونقل الخطر ستاب باي ستاب إلى المناطق الخلفية لبيبياني جولد ستارز الغاني. بوجمعة أمامية سريعة على الطرف الأيمن وضعية تسلل ويقول حكم المواجهة على اللاعب نشار ولمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني. هي الإعادة أو التسلل. امين. نعم سفيان. الضغط كله ياتي من الجهه اليسرى لشبيبه القبائل اين يتواجد موالي واللاعب مسعودي. نعم جوزيف زيمباور يعتمد على الأجنحة، يعرف قيمة وسرعة النشاط وكذلك موالي المتواجد على الجهة اليسرى من تشكيلة شبيبة القبائل. كرة في الوسط عادت للكناري بالشكل اللازم. في الوسط رياض بودبوز مباشرة لمهدي أو لبن شاعة. حمزة موالي، بن شاعة مجددا
وصلت كرة بن شاعة إلى قصيرة لبادا، يبحث عن مرور بادا من أمام كيدون أنابا للحلو آخرين بالعيد زين الدين، والانطلاقة لنشاط يبحث عن مساحة يأتي بودبوز يلعبها لبادا، لمن أتي الكرة يا بادا سريعة سريعة من هناك على الرواق الأيمن لمادي مرغم، مادي لنشاط الاستلام التوزيع داخل منطقة الجزاء، لكن إيمانويل كوبي كان سريعا في هذه اللقطة بعد اللعبة المتميزة من أرتور بادا على الرواق الأيمن أن كان يتواجد نشاط ومادي مرغم. التوزيع قرأها إيمانويل كوبي بالشكل اللازم، كرة أمامية مباشرة في التماس، وجهها لمصلحة عناصر نادي شبيبة القبائل. بالا لحلو آخري حمزة موالي قصيرة لعبت وصلت لريال بودبوز على الطرف الأيسر، يا سلام الكرة في العمق، لكن التفطن من إيمانويل أنكارا يرسل الكرة طويلة في المنتصف الميدان، الصلة متواصل. بوجمعة كاد يصل بهذه الكرة في آخر المطاف يفتكها، لكن راحت سهلة مباشرة للمدافع كيليفين أوبيونغ في الأمام. الصافرة والخطأ هي الإعادة أو الخطأ لمصلحة عناصر شبيبة القبائل ولمصلحة بوجمعة. في الوسط بالعيد على الرواق الأيمن نشاط بالعيد مجددا يلعب الكرة لمرغم على الرواق الأيمن، مرغم يبحث عن تقدم يلعب الكرة بالعقب للنشاط يطلبها أرتور بادا مرة أخرى الاستلام جاءته من عند زندين، بادا يبحث عن تقدم بخارج منطقة بخارج القدم لكن دون جدوى، استرجعت لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني، البحث عن التقدم من كومي والتدخل والخطأ ضدك يا ابو جمعه هذه المره، ولمصلحه كومي ولمصلحه عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني، العنصر الفعال في التشكيله الغانيه، لكن الخطأ كان موجود بالشكل اللازم في الوسط لجولد ستارز الغاني. لعبت وصلت لابا ماركيتي، يعود لاسحاق جيتي، اسحاق جيتي لكومي، كومي من امام حمزه موالي التغطيه، لكن كومي يحاول، كومي مازال حذريه حمزه، يجب التغطيه ان تكون بالشكل اللازم، البحث عن التهديد والتسديد لكنها سهله مباشره بين احضان الحارس حديد. بالعيد في الخط الخلفي لحديد، بن شعة يتريث، ياتي بودبوس في الاستلام، يلعب الكره الطويله لبادا، البحث عن الانطلاقه، هاي كره هاي صعبه هاي خطيره للشبيبه، ماذا قال حكم المواجهه؟ ليس هنالك ولا شيء. ارتور يا بادا، الحكم اعطى لك ركنيه بعد انطلاقه بعد محاوله من امام المدافع انكارا، هكذا كان بادا، كان هنالك تدخل من انكارا لكن الحكم قال لك كرة في الركنية، لم يلمس انكارا الكرة انما قام بعرقلة بادا، الحكم كان قريبا من اللقطة. لعبة الركنية بالشكل اللازم لبوجمعة على استلام التريث الانتظار، ياتي حمزة موالي لبادا، تغيير المراكز بين بادا وكذلك مادي مرغم في الوسط للشبيبه دائما لنشاط بالعيد، يبحث عن الدخول بهذه الكره، استلم مره راوغ التوزيع لكن التغطيه الدفاعيه بالشكل اللازم من هنالك من فينيس اتينغا، عادت لكومي، كومي ادوكو يطلب الكره لكن ضاعت واسترجعت وقطعت للشبيبه لمادي مرغم، وصلت يبحث عن تقدم مهدي، التهديد والتسديد والحارس ايمانويل كوبي على مرتين كان في المرصاد. في الوسط عادت لمصلحة عناصر نادي بيبياني جولد ستارز الغاني،
يحاول أن يجد ردة الفعل ويحاول كذلك فرض فلسفته الهجومية لكن دون جدوى أمام الانتشار الجيد وأمام التكتل الرائع وأمام الانتشار المتميز لعناصر شبيبة القبائل. كرة وخطأ لمهدي مرغم قادم من نادي اتحاد العاصمة. في الوسط على الطرف الايسر البحث عن المرور من لحلو أخريف مسجل الهدف الوحيد لحد الآن بعد خطأ انفادع من دفاع بيبياني جولد ستار زرغاني. في الوسط بوجمعة العودة لبوجمعة مرة أخرى تهدئة الأوضاع أمام البناء وجلب عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني. الدفاع بخمس لاعبين في الخطوط الخلفية. كرة من هناك وصلت للعلو أخريف على الاستلام الاستناد على المدافع مع حمزة ممتازة من حمزة موالي على مشارف منطقة الجزاء. حمزة يحاول بالعقب يتركها لمن للعلو أخريف لحلو يبحث عن المرور لحلو يلعبها مباشرة لحمزة موالي. حمزة للحلو أخريف التوزيع على مستوى القائم الأول ثم التغطية والإبعاد من أنكرة إيمانويل مباشرة في التماس. يقول حكم المواجهة لمصلحة عناصر شبيبة القبائل. لعبت الإمام بوجمعة يطلبها من هنالك رياض بودبوز لكن التغطية الدفاعية من كيلفين أوبيونغ. كرة في التماس مجددا لمصلحة عناصر نادي شبيبة القبائل. رياض يفتح له من هنالك لعلو أخريب الحكم يقول لك واصل دون خطأ. عادت ولعبت لبيبياني جولد ستارز الغاني في منتصف الميدان لكومي. كومي يبحث عن التقدم عنده المساحة. كومي حذاري من هذه الكرات. رد بالك يا ابو جمعه رد بالك يا نشاط. البحث عن المرور على الطرف الايسر لكيليفين اوبيونغ والتغطية الدفاعية بالشكل اللازم. ارتدت وعادت لشبيبة القبائل في منتصف الميدان. أمامية سريعة لمسعودي راحت سهلة مباشرة لإيمانويل كوبي. ونحن نلعب الدقيقة 20 هدف للصفر دائما لشبيبة القبائل. الدور التمهيدي الأول الفوز اليوم يعني العبور إلى الدور التمهيدي الثاني ومواجهة المونستير التونسي. في الوسط كرة بينية من أهل آخرين التغطية الصراع كومي وحمزة موالي والحكم ماذا يقول؟ ماذا هنالك؟ تغيير الكرة بطلب من حمزة موالي وكذلك مدافع يعني هي الكرة من حمزة موالي ثم تم تغييرها بالشكل اللازم. كومي في الخط الخلفي لإيمانويل أنكرة طويلة على الطرف الايسر لبرات بواكي. برات بواكي يطلبها اودوكو قصيرة في منتصف الميدان لإسحاق إيجيتي امام الرقبة اللصيقة من رياض بودبوز. الكرة تمزقت امين. نعم تمزقت بعد تدخل حمزة موالي في اللقطة السابقة يا سفيان. الحمد لله هنالك كرات عديدة هنا بملعب الراحل المجاهد والكرة والانطلاقة. الكرة إصابة مسعودي حاول في هذه الكرة لكن لم يحسن الاستغلال. هكذا جاءت الكرة من مهدي مرغم لكن لم يحسن استغلالها وراحت مباشرة سهلة لإيمانويل كوبي. كرة وخطأ لمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني. كرة على الطرف الايسر
لكن التغطية الدفاعية من مهدي مرغم، كرته مباشرة في التماس لبيبياني. جولد ستار زلغاني لكومي أو بواكيه أنكارا. كومي تغيير اتجاه على الطرف الأيمن لأتينغا، وفي المتابعة همزة موالي. رياض بودبوز يلعبها لبادا، يتريث ينتظر القادم من الدوري التنزاني. بلاك ستارز التنزاني كان ينشط في أول موسم له مع شبيبة القبائل. أداءنا على مستوى رائع في الدقائق التي لعبها هذا الموسم. نتحدث على أرتور بادا، على الانسجام والاحتكاك مع المجموعة. سيكون هنالك تحسن في الأداء. في الوسط بزندين بالعيد، يلعبها لنشاط بالعيد، يأتي مهدي مرغم، يستلم الكرة مهدي يعود مباشرة في الخط الخلفي. نانا ياو مدرب فريق بيبياني جولد ستار زلغاني يبحث عن الحلول الغائبة تماما. وحمزة موالي جاءت الكرة من عند بن شاع لكن لم يحسن الاستلام، والكرة طالت رأت مباشرة في التماس لبيبياني جولد ستار زلغاني. التغطية لكن لم يوفق فيها رياض بودبوز، عادت لمصلحة عناصر جولد ستارز. في الوسط إيمونيال أنكارا يلعب الكرة الطويلة لعند كومي، لكن التغطية من حمزة موالي وبن شاعة يخليها مباشرة لحديد حارس مرمى شبيبة القبائل. في الوسط مهدي مرغم يتريث ينتظر عملية البناء. الشيء الإيجابي في الشبيبة أنها تستحوذ على الكرة وتسترجع الكرة ثم تعيد عملية البناء والصنع الهجمات من الخط الخلفي. عادت استرجعت لرياض بودبوز، يطلب حمزة موالي. هاي الكرة هاي صعبة على طرف اليسار، البحث عن الأرضية، البحث عن بادا داخل منطقة الجزاء. التغطية من هنالك من كيليفين أوبيونغ. الحكم يصفر له خطأ بعد الاحتكاك بينه وبين الدبابة بادا. كان هنالك خطأ من أرتور بادا على المدافع كيليفين أوبيونغ في هذه اللقطة. كيليفين أوبيونغ كأنه اصطدم بجدار وليس مباشرة في هذه اللقطة. هذا هو الهدف الأول لشبيبة القبائل عن طريق لحلو أخريب، تركه يتساءل وأشي هذا يسوي، هذا جول للشبيبة عند الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من هذه المواجهة. فرصة لجوزيف زيمباور لإعطاء التعليمات اللازمة. نعم. الأجواء المتميزة سفيان. أمين، على ذكر زيمباور كان يعطي التعليمات للاعب ودبوز، طالبه تغيير اللاعب. يعني شاهدنا ان كان التركيز كثير على الجهه اليسرى، طلبه باللاعب ايضا من الجهه اليمنى كذلك. نعم سفيان، معروف على زيمباور المدرسه الالمانيه انها تبحث دائما على تنويع اللعب، تارة على الجهه اليسرى وتارة على الجهه اليمنى، وكذلك تلعب اللعب المباشر، اي بمعنى اخر تلعب الكرات في العمق. عندما تغيب الحلول على الاطراف فإن الكرات واللعب المباشر خاصة الكرات في العمق يمكنها أن تأتي بالفائدة ويمكنها كذلك أن تأتي بثمارها، خاصة وأنه اليوم يعتمد على المهاجم السعودي، معروف بسرعته، معروف بمهاراته، معروف بتقنياته. والكرة من هناك سريعة لمسعودي، الكرة صعبة خطيرة، وإيمانويل كوبي مجددا كان في المرصاد على طريقة حراس كرة رياض من أمام السعودي، ينقذ مرماه ويحرم الشبيبة من ثاني أهداف هذه المباراة. في الوسط بعد طويلة، وهنا بودبوز يعني استمع لنصيحة المدرب زيمباور وغير اللعب إلى الجهة اليمنى، وكاد أن يأتي الهدف الثاني. أمين، نعم، معروف على رياض بودبوز يا سفيان أنه صانع لعبه وهو الهمزة الوصل بين الخط الخلفي لشبيبة القبائل والخط الأمامي.
وهو أحد الحلول بين قوسين هو العقل المدبر في تشكيلة الزعيم اليوم. كرة من هناك لبيبياني جولد ستار زلغاني، التغطية من مادي مرغم، يلعبها مباشرة لبادا، أرتور بادا يطلبها رياض بودبوز، العودة لبوجمعة، الاستلام، التريث، الدوران، البحث عن الرفقاء، يأتي بن شاعة، يبحث عن يخرج هذه الكرة بن شاعة، تأتي المساندة من هناك من حمزة موالي، حمزة موالي لبالعيد، بالعيد سريعة قصيرة لمادي مرغم، هاي كرة صعبة لمسعودي داخل منطقة الجزاء، يا ضربة جزاء، ضربة جزاء لمصلحة عناصر شبيبة القبائل. لم يسجل مسعودي في الأولى، ضيع في الثانية، لكن في الثالثة كانت ثابتة. جاء بالأخبار السعيدة، ضربة جزاء للكناري عند الدقيقة 27. لم يتهاون ولم يتردد حكم المباراة كونتي رشيد محمد. هاي الكرة والتدخل من المدافع كيلفين أوبيونغ، وقع في المحظور من أمام مسعودي وتحصل على ضربة جزاء صحيحة لا غبار عليها لمصلحة عناصر شبيبة القبائل، وفرصة لتعميق الجراح بهدف ثاني. السؤال من سيتولى مهمة التنفيذ؟ القريب رياض بودبوز القائد. التركيز والتفكير. نعم سفيان. قبل ذلك النصيحة أثمرت، ركلة جزاء. نعم. جاء الخطر من الجهة أو ضربة جزاء جاءت بهذا اللاعب على الجهة يعني. نعم جاءت الثمار. إيمانويل كوبي من أمام القائد رياض بودبوز. التركيز من رياض، يستعيد بودبوز، يأخذ كامل وقته بودبوز من أمام كوبي. إيمانويل ثاني أهداف المباراة لمصلحة شبيبة القبائل عن طريق رياض بودبوز على إثر ضربة جزاء جاء بها مسعودي وترجمها بنجاح عند الدقيقة 28. ترك إيمانويل كوبي يتساءل وير از ذا بول. هي في الجول، هي في الجول، هي في الجول، هي في الجول لمصلحة عناصر شبيبة القبائل عن طريق رياض بودبوز. اهتزت فاشتعلت بثاني أهداف هذه المباراة لمصلحة زعيم الأندية الجزائرية شبيبة القبائل عن طريق رياض بودبوز. هز الشباك وحرك عداد التهديف في هذا الموسم. هاي الكرة، هاي الإعادة، الكرة في جهة وإيمانويل كوبي من الجهة المقابلة تركه حائرا يتساءل والشهادة. هذا يسوي، هذا جول ثاني لمصلحة الكناري عند الدقيقة 28. كرة في الوسط، في الوسط لبادا مجددا للحلو أخريب. ممتازة من لحلو، التوزيع وإيمانويل كوبي يتدخل هذه المرة والحكم يقول كرة طالت راحت مباشرة إلى ضربة مرمى لإيمانويل كوبي بعد المحاولة الأخيرة من لحلو أخريب. في الخط الخلفي برايت بوكي يلعب الكرة الطويلة والبحث عن أبا ماركيتي، لكن التغطية والتفطن من بالعيد جاته من النشاط لحديد يتريث ينتظر، يلعبها في الوسط لبوجمعة. بوجمعة لو يعود لمستواه المعهود سنشاهد نسخة أخرى هذا الموسم. قدم موسم متميز استثنائي، الموسم المنصرم بعد احتلال الشبيبة لوصفة. في الخط الخلفي لبالعيد، الغلة ستكون كبيرة. هاتين الأمسية هدفان نظيفان بعد مرور نصف ساعة بمعدل هدف في كل ربع ساعة. والكرة من هناك للعلو أخريب والتغطية الدفاعية من أنكرة. رأت لكوبي إيمانويل في الخط الخلفي لأنابا بالخطأ. مهدي يسترجع لبادا، يلعب سريع لمسعودي على الاستلام، التريث. هاي كرة، هاي صعبة، هاي خطيرة لمهدي مرغم داخل منطقة الجزاء والتغطية من كيلفين أوبيونغ مباشرة في الركنية لمصلحة عناصر
شبيبة القبائل على الجهة اليسرى من مرمى حارس الغاني. لعبات سريعة وصلت للنشاط على مجال منطقة الجزاء، تغطية ثم ذلك الإبعاد، ارتدت وعادت من حمزة جديدة لكنها بعيدة كل البعد مباشرة لحمزة إلى ضربة مرمى لمصلحة إيمانويل كوبي ولمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني. وهي الإعادة، الاستلام، الترويض ثم بعد ذلك التسديد لكنها بعيدة من حمزة موالي. في الوسط أوسلو رجعت من نشاط مباشرة لحديد، بعد بتشعر حذاري من هذه الأخطاء، حذاري من هذه الأخطاء، لا يجب أن ترتكب هذه الأخطاء. كرة في الوسط والصافرة والخطأ. يقول حكم المواجهة لمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغانية، والدفع من الخلف من بوجمعة على سيمونيل الذي حاول المرور في هذه الكرة لكن بوجمعة قام بالواجب وارتكب الخطأ. كرة وخطأ أمام مسعود عدد هائل من لاعبي بيبياني جولد ستارز الغاني في الخطوط الخلفية. توجب الحذر، التهديد والتسديد، ترتدم ببودبوس وترتد وتعود على مجال منطقة الجزاء. بعد ولحلو أخريب يفتكها، الانطلاقة من لحلو 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 طويلة والصافرة وخطأ. يقول حكم المواجهة لمصلحة لحلو أخريب ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل مسجل الهدف الأول في هذه المباراة. حاول الخروج لكن قطع الطريق بين سامسون أوديكو على لحلو أخريب، والحكم كونتي رشيد محمد كان قريبا من هذه اللقطة. السلامة والعافية للاعب شبيبة القبائل لحلو أخريب، يتألم يعاني من إصابة. الصحة السلامة العافية. هي الإعادة، العلقلة، مدافع بيبياني وقع في المحظور، ورياض بودبوس كان في الموعد وسجل أول أهداف هذا الموسم والهدف الثاني لشبيبة القبائل. أخريب أحسن عنصر لحد الآن من شبيبة القبائل. لا، أحسن عنصر في أرضية الميدان أمامنا الحمري وكذلك محيوس ومدني العائد من الإصابة متواجدين على بنك الاحتياط. أجواء خيالية. شبيبة القبائل أسطورة لا تعرف الانكسار، وقلعة شامخة تتحدى الزمن. 7 نجوم تتلألأ على صدر الأصفر والأخضر، كل نجمة تاريخ، كل لقب فخر وكل إنجاز شاهد على علاقة هذا النادي الكبير. الأصفر يرمز للشمس التي لا تغيب عن سماء المجد، والأخضر رمز الحياة والانتماء الذي يسري في عروق الأبطال. شبيبة القبائل ليست مجرد فريق بل مدرسة تصنع الأبطال، أيقونة للفخر والميدان يشهد. وهنا المجد والكرة في وسط الميدان، لعبت على طرف الأيمن للكناري عن طريق نشاط، البحث عن التوزيع من نشاط، يفضل لعب الكرة لمهدي مرغم، مهدي محاصر، مهدي يتفوق، مهدي ضيع الكرة من أمام كومي، والانطلاقة لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني، وعودة بادا والقيام بالواجب يتدخل والخطأ. يقول حكم المواجهة ضدك يا بادا ولمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني. خطأ تكتيكي من بعد استرجعت في فترة وجيزة قصيرة. رياض بودبوس يتركها من هناك أخريب لحمزة، مراوغة لكن يكسب في آخر المطاف. تماس لمصلحة حمزة موالي القادم من نادي مولودية الجزائر، وسبق ونلعب في أكاديمية أتلتيك بارادو. في التماس لعبة أمامية، التغطية من إيمانويل أنكارا، البحث عن الرفقاء لكن قطعت استرجعت من نشاط. نشاط لبادا، بادا لحمزة موالي، ماذا تفعل من هذه الجهة يا نشاط؟ نشاط وبادا، بادا يبحث عن التقدم، بادا يتفوق، بادا يحاول 1-2 عادت لنشاط. نشاط لمن لحمزة موالي مش متسلل، يلعبها قصيرة لمن لنشاط. نشاط بوجمعة، لحلو أخريب لبن شاعة بدوره لزين الدين بالعيد. بالعيد زين الدين الفوز الأخير على مستوى البطولة أعطى الثقة لعناصر شبيبة القبائل
الاسبوع الماضي امام ترجي مستغانا بهدف نظيف. كره لبوجمعه، يدور يلف، ياتي بادا يستلم يبحث عن التقدم. ارتور يا سلام، البينيه السريعه خطيره على الجهه اليسرى من حمزه، يراوغ حمزه على مرتين يسقط ويضيع هذه الكره وتسترجع لمصلحه بيبياني جولد ستارز الغاني مباشره لسيمبا اودوكو. سيمبا اودوكو لبويكي برايت، غير يتجلب لايمانويل انكارا على الطرف الايسر امام العوده السريعه لعناصر شبيبه القبائل. ونحن ندخل الدقيقه 37. ثنائيه نظيفه للشبيبه. الهدف الاول عن طريق لحلو اخريب بعد خطا فادح، والثاني على اثر ضربه جزاء جاء بها مسعودي وترجمها رياض بودبوز القائد. كره في الوسط دائما غانيه، اللمسه كيليفين اوبيونغ يتريث، يطلب من الرفقاء الصعود والانتشار امام الرقابه اللصيقه من جانب عناصر شبيبه القبائل على حامل الكره. من هنالك العوده لبواكي لغير يتجلب كيليفين، قصيره لسامسون اودوكو. كيليفين مجددا لم يجد الحل، اللمسه القصيره امام الضغط العالي من مسعودي ونحلو اخري بطرح كره سهله مباشره لزين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد يغطي كورته ويستنجد بالحارس يدير حديد بن شعة. حمزه موالي، رياض بودبوز، حمزه رياض بودبوز، ياتي ارتور بادا يفضل لعب الكره لبوجمعه. بوجمعه لمسعودي، مسعودي يحاول، مسعودي مازال، مسعودي ضيع الكره. عادل او رياض بودبوز يسترجعها يلعبها ليحلو اخريب والعوده من التسلل. يقول حكم المواجهه لمصلحه دفاع بيبياني جولد ستارز الغاني اوف سايد على لحلو اخريب. هاي الكره في هذه اللقطه لا تتضح الرؤيه. لحلو اخريب كان متسللا وعاد من التسلل في الخلف على ما اعتقد. ليس هنالك وضعيه تسلل. كره لبادا، هاي صعبه، هاي بادا، هاي صعبه، هاو بادا، والكره راحت مباشره لايمانويل كوبي في الخط الخلفي. لعبت للامام لاسحاق جيتي، لكومي، تغيير الجلاب، يونغ على الطرف الايسر، ماركاتي، اللمسه القصيره سريعه هذاري امام عوده ارتور بادا وكذلك بوجمعه. التهديد والتسديد، اي 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 على هذه التسديده، يا سلام على حديد كان في المتابعه لكنه لم يلمس الكره. اعتنت مرمى حارس شبيبه القبائل هذه المحاوله، الاستلام والتسديد من مسافه بعيده من اسحاق جيتي. حاول المخادعه والمباغته، ماركاتي والذي سدد. كورتو اعتنت مرمى حارس شبيبه القبائل حديد محمد يدير على مرتين. يقول له كره في الوسط، لا مرتين ولا ثالث مره، لانه نشاط استلم على الرواق الايمن. هاي كره، هاي صعبه التوزيع لكنها راحت سهله مباشره للحارس ايمانويل كوبي في الوسط. بوجمعه يسترجعها لبادا مجددا، قصيره للحلو اخريب بالعيد، لا يجب لعب الكرة مثل هذه. مسعودي، هاي كرة، هاي صعبة للهدف الثالث عن طريق النشاط داخل منطقة الجزاء. لم يحسنوا استغلال هذه الفرصة، فرصة كانت على طبق من أجل مضاعفة النتيجة وتعزيزها بهدف ثالث. كرة لرياض بودبوز، اللمسة لكن التغطية الدفاعية من فينيست آتينغا. آتينغا في الوسط، تغيير تجلاب ماركاتي، وبدا يرتكب الخطأ على اللاعب ماركاتي ولمصلحة عناصر نادي بيبياني جولد ستارز الغاني. في الوسط لعبت لكومي 1-2 لكن تفضل من حمزه وبادا كذلك. مهدي مرغم لم يحسن استرجاع هذه الكره،
عادت لبيبياني جولد ستارز الغاني بأقدام برايت بويكي. حذري من التوزيعات، حذري من الكرات، وحذري التهديدات والتسديدات من مسافات بعيدة، لكن ارتدت وعادت. قطعت للشبيبة بودبوز لمادي مرغم، قصيرة لعبت لبوجمعة، يطلبها من هنالك بن شعة. مادي مرغم البحث عن المراوغة والصافرة والخطأ لمهدي مرغم ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل. الاستلام، الدوران، الالتفاف، لكن إيمانويل أنكرا ارتكب خطأ على لاعب شبيبة القبائل مهدي مرغم. مجهودات بدنية كبيرة يقدموها اللاعبين فوق أرضية الميدان، وهذه الأجواء المتميزة. عشاق هذا الكيان حاضرين بقوة، اللون الأخضر والأصفر على مدرجات ملعب الراحل المجاهد حسين أحمد بمدينة تيزي وزو. كرة من هناك للكناري، بن شعب قصيرة لنحن آخرين، يكسب رمية تماس. لمصلحة شبيبة القبائل رمية التماس. لو نأتي للحديث على 40 دقيقة الأولى من زمن وحداث على الشوط الأول، يمكن القول أن الشبيبة متحكمة في زمام الأمور بالطول والعرض، عرفت كيفية الدخول في المباراة، وعرفت كذلك الاستثمار في الكرات. صفر والخطأ في اللقطة لمسعودي ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل بعد التدخل الأخير الذي كان من إيمانويل أنكرا على مسعودي. هذه جانبي بين الحكم واللاعب فينيست أتينغا. أجواء متميزة، صغار كبار حاضرين بقوة، حوالي 40,000 متفرج حاضرين للمساندة والوقوف مع زعيم الأندية الجزائرية. أمسية البارحة شاهدنا تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور القادم. اليوم إن شاء الله سنشاهد تأهل شبيبة القبائل، وفي الشهر القادم سيدخلان ممثلا الكرة الجزائرية في كأس الكونفدرالية الإفريقية. والحديث هنا على شباب الوزداد واتحاد العاصمة. نتمنى التوفيق لممثلي الكرة الجزائرية في المنافسة الإفريقية، لما لا التتويج باللقبين رابطة أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونشاهد سوبر إفريقي جزائري على أرض الجزائر. كرة خطأ من هناك على تنفيذ رياض بودبوز، وإيمانويل كوبي يعطي التعليمات. الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت وعادت على الجهة اليمنى من بعيد. يبحث عن المرور، لم يوفق من أمام جيدون أنابا. يتفوق جيدون أنابا وكرته مباشرة في التماس لمصلحة البيبياني جولد ستارز الغاني. الشوط الثاني في فرصة للمدرب جوزيف زيمباور أنه يقحم لاعبين آخرين، يعطيهم وقت في المنافسة الإفريقية حتى يضع النقاط على الحروف، وحتى يعرف قيمة كل لاعب ومستوى كل لاعب، خاصة أنه المشوار مازال طويل، واللعب على 3 جبهات، دوري أبطال وكذلك كأس الجزائر. 3 دقائق وقت بدل ضايع سفيان أضافهما حكم المواجهة في هذه اللحظات. كرة وخطأ من بعيد على اللاعب واكي، لعبة الكرة الطويلة السريعة لكومي. هذان من هذه الكرات والتغطية والإبعاد من بوجمعة. ارتدت وعادت، أبيدت وشتتت من بن شاعة. متميز بن شاعة في الخط الخلفي، يشكل ثنائي في محور الدفاع شبيبة القبائل بين وبين زين الدين بالعيد القادم من الدور البلجيكي. كان ينشط في 60 توردي البلجيكي، 26 سنة، إضافة أخرى لشبيبة القبائل. كرة في التماس لمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني. هذان من هذه الكرات خاصة في مثل هذا التوقيت، أمامية، تغطية والإبعاد على التشتيت. ارتدت وعادت
لبيبياني جولد ستارز الغاني. وين هالكرة؟ وين؟ داخل منطقة الجزاء، على إبعاد التشتيت ليجب إخراج هذه الكرة في الأمام. من هنالك مهدي مرغم يحاول خطفة الكرة، لم يوفق. ما زالت لمصلحة ماركاتي، غير يتجلب على الرواق الأيمن لبرات بويكي. برات بويكي يبحث عن التوزيع داخل منطقة الجزاء، وخطأ خطأ خطأ لبلعيد. سلامتك يا بلعيد. إصابة على مستوى الرأس بعد الارتقاء من كيلفين أوبيونغ من أمام زين الدين بلعيد. جدار الصد في الخط الخلفي للشبيبة، صمم الأمان والاطمئنان، يسقط فوق أرضية الميدان ويتلقى الإسعافات الأولية. هاي الكرة، هاي التوزيعة، هكذا جاءت، هكذا لعبت، وهكذا أبعدت من بلعيد من أمام كيلفين أوبيونغ لاعب بيبياني جولد ستارز الغاني. كرة وخطأ وبطاقة صفراء أخرج حكم المواجهة في وجه إيمانويل أنكارا، أول بطاقة صفراء في المباراة. بالعيد مهدي مرغم، قصيرة لرياض بودبوس، يبحث عن الدخول بهذه الكرة، يفتح له من هناك حمزة موالي، ما كانش ولاش وضعية التسلل على الجهة اليسرى. ياي الحكم قال لك كائنة، هنالك وضعية تسلل على حمزة موالي، وانا من هذه الزاوية لم أشاهدها. وكرة لإيمانويل كوبي ولمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني أمامية. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام الحكم كونتي رشيد محمد يعلن عن نهاية الشوط الأول بتفوق على حساب شبيبة القبائل بثنائية نظيفة على حساب بيبياني جولد ستارز الغاني. استراحة قصيرة ونعود إليكم. لك الخط زميلي طارق بوفليح. بيبياني جولد ستارز الغاني بتفوق الشبيبة بهدفين مقابل 0. الهدف الأول سجله لحلو قريب في الدقيقة 7 ثم أضاف
رياض بودبوس ثاني الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء. إذا نتيجة مرضية لشبيبة القبائل في الشوط الأول لهذه المباراة، مع التفوق أيضا في السيطرة على مجريات اللعب. أعود لتحليل هذه المباراة أو هذا الشوط مع محللي دائما محمد زكريني خبير التحكيم وأيضا فريد ملولي. فريد، أبدأ بك مباشرة من حيث أداء الشبيبة. هل أقنعك أداء الشبيبة في شوط المباراة الأول؟ وهل ما كان متوقع ومنتظر من اللاعبين تم تقديمه في هذا الشوط؟ أظن أن شبيبة القبائل في الشوط الأول وحتى اللاعبين كانوا واقعيين إلى أقصى درجة الأخترق، لأنه لو نرى فيزيونومية بداية اللقاء ونهايته نرى أن شبيبة القبائل كانوا واقعيين، لم يتركوا أي مجال لفريق بيبياني للصعود أو للتقدم بالكرة. كانوا يقطعون الكرة فوق، كانوا يعملون نقدر نقولوا حنايا بلوك ميديوم في وسط الميدان، كانوا يحاولون إيقاف الكرة في وسط الميدان أو حتى في منطقة دفاع الخصم. بعدها رأينا فريق بيبياني بعد أخذ بعض الشيء الثقة حاول الصعود، استغلها فريق شبيبة القبائل عن طريق اللاعب لحلو أخريب في الدقيقة 7 أين سجل الهدف. بعدها رأينا محاولات كثيرة للخروج بالكرة عن طريق لاعبي وسط الميدان فريق بيبياني، أين كان لاعبو شبيبة القبائل يقطعون الكرة سريعا ويذهبون في الهجمات، أين ضيع مسعودي هدفين وضيع النشاط في نهاية اللقاء هدف. وبعد كانت النتيجة تكون أكثر في الشوط كانت النتيجة ستكون 5 أهداف لو كانوا واقعيين أكثر أمام المرمى الأخترق. نظن أن فريق شبيبة القبائل عملوا الأهم والمهم وهو تسجيل الأهداف وعدم ترك أي مجال. هذا هو الهدف الأول الذي سجله لحلو أخريب بهذه الكيفية، مردود فردي، استرجاع كرة في منطقة الخصم، منطقة 18، زاوية مغلقة، لكنه كانوا يضغطون عاليا فريق شبيبة القبائل. لاعبي شبيبة القبائل لم يتركوا المجال لفريق أو للاعبي فريق بيبياني للخروج بالكرة، كانوا يحاولون الضغط عاليا. إذا خرجت الكرة إلى وسط الميدان نرى عودة سريعة. هذا الهدف الثاني لرياض بودبوس عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب المسعودي. نعم، نرى عودة قوية بعد خروج لاعبي بيبياني بالكرة من وسط الدفاع، من الدفاع إلى وسط الميدان. نرى عودة قوية للاعب لحلو أخريب وللاعب مرغم لتعزيز وسط الميدان. أما مع اللاعب بوز وبادا وبوجمعة، وترك المجال أكثر فأكثر للمرتدات عن طريق نشاط الأظهرة أو موالي. نعم، عن طريق الأظهرة. لذلك رأينا اليوم الأظهرة عملوا كثيرا. نشاط على الجهة اليمنى رأينا عمل أكثر من اللاعب موالي، سواء في التوزيعات أو حتى في تقديم الكرات القصيرة. عكس اللاعب موالي الذي ضيع الكثير من الكرات، ولكن نتمنى أنه في الشوط الثاني هذا ما يظهر أيضا سيطرة الشبيبة التي بلغت 63% نسبة الاستحواذ في هذه المباراة. فريد، في نظرك هل هذه النسبة أو حتى نشاهد قبل ذلك هذه هي ركلة الجزاء الأولى إليك الخط زكريني، لما نتحدث عن ركلة الجزاء نتحدث عن زكريني، هذه التي احتسبت لمسعود. نعم، كنا نشوفه بكل صراحة الحكم لم يتردد ولا لحظة في إعلان عن ضربة الجزاء. هذه ضربة الجزاء اللي أعلن عليها الحكم، اللي أعلن عليها الحكم. نعم. ضربة جزاء صحيحة شرعية بكل صراحة، لا غبار عليها. هذا لم يتردد، يعني مقارنة بالحكم بالأمس، اليوم الحكم الشوط الأول ما نقولوش في المستوى العالي، بما أنه ثاني مباراة يؤديها. يعني الشوط الأول زكريني لما شاهدت أداؤه في الشوط الأول تأكد كلامك. نعم، في كل مرة تقول لي هذا وش كنت نحذر، الخبرة ناقصة، التسيير ناقص. لاعبي شبيبة القبائل سهلوا له المهمة بالتسجيل المبكر. بالتسجيل المبكر أولا، عدم الاحتجاج أيضا، والمباراة ليس فيها ضغط كبير بنتيجة مباراة الذهاب. صحيح. لهذا الضغط ينقص. لو تخيل أن شبيبة كانت منهزمة بهدف مقابل 0 ستكون صعبة جدا على الحكم. لهذا أنا نقول الحكم لاعبي كما قال فريد، لاعبي شبيبة القبائل سهلوا كثير المهمة للحكم، وهو حد الساعة شفنا بطاقة صفراء واحدة فقط للفريق المنافس. شفنا 17 مخالفة، 9 مخالفات للمنتخب الوطني الجزائري شبيبة القبائل شبيبة ممثل الجزائر شبيبة القبائل، لأن المنتخب الوطني ما زالوا في راسي على تأهيل كأس العالم إن شاء الله. إن شاء الله يكون تأهل قريب إن شاء الله. شفنا 9 مخالفات لشبيبة. هذه هي اللقطة التي هذه فيها قليل من الغبار الأخترق. شوف ليست لا غبار عليها، فيها قليل من الغبار. يعني بكل صراحة أنا وفريد هكذا، وفريد دائما في الكواليس يقول لي محمد بالك قاسو، لا ما كانش يعني يمكن إعادتها أيضا رضوان مرة أخرى. هنا المهاجم
ما عرفش كيفاش يطيح، حتى راحت له الكره وراح باش اسقط. شوفوا مليح، من الصعب انه شوف دا الكره راح، يعني شفناها صحيح، يعني بكل صراحه بعد ما ضيع الكره، لما حتى ضيع الكره باش اسقط، يعني ما كاش ضربه جزاء، يعني لازم تكون ضربه جزاء 100% مقنعه جدا. صحيح. تكون مقنعه خاصه لحكم مثل هذا، يعني هذا البدايه تاعو. نعم. ما يقدرش يعطيك ضربه جزاء، يعني بكل صراحه قلنا مخالف للاعب 100%، سينو ما كانش ضربه جزاء. نعم، لا تكون العرقله واضحه، هاي لك العرقله بيعطيك ضربه جزاء. نعم. تكون خطا من الاخطاء 12 داخل منطقه العمليات والكره في اللعب، هنا يعطيك مخالفه. ولما شفنا ضربه الجزاء الثانيه كان قريب ولم يتردد، اعلن مباشره. حتى الحكم الثاني، حكم الرايه الثاني كان قريب في الجهه تاعو، والجهه تاعو كان سريع المكان تاعو. نعم. باش يعني بكل صراحه يعني الشوط الاول لم نرى احتجاجات كبيره، نقول انه ادى ما كان لابد عليه ان يؤديه، خاصه لحكم في مستوى هذا. يعني ثانيه. نعم. حكم دولي ما نقدروش نحمله اكثر من ما عندوش تجربه، ما عندوش خبره، ديجا راه في الملعب هنا لما شاف هذا الملعب راه دايخ، راه حاير كيفاش. فريد، نتحدث عن شبيبة القبائل، ما هي العوامل ربما التي ساعدتها على السيطرة على مبكرا على مجريات اللعب؟ نظن أنه نتيجة الذهاب كما قلت قبل بداية اللقاء أنها سلاح ذو حدين. نعم. نتيجة الذهاب هو الآن في أريحية تامة، دخل المباراة في أريحية تامة، لم يكن على لاعبي شبيبة القبائل بناء اللعب، كانوا ينتظرون في بداية اللقاء في الفريق المنافس، بعدها بدأوا يصعدون شيئا فشيئا لعمل الضغط الإيجابي وعدم تسهيل إخراج الكرة بالنسبة للمدافعين وحتى للاعبي وسط الميدان. بعدها رأينا استخلاص الكرة عاليا من اللاعب لحلو أخريب وتسجيل الهدف الأول، هذا ما زاد سهل عليهم. هدف مبكر، سهل ربما، هدف مفتاح نقولوا أنا، سهل. هذا ما كان مطلوب. هذا ما كان مطلوب من لاعبي شبيبة القبائل، يعني التسجيل المبكر ما كسبش الثقة لقتل اللقاء، عدم ترك المنافس يكسب الثقة. وبعدها رأينا في الكثير من المرات أن المنافس يحاول أن يخرج لتعديل النتيجة. رأينا فريق شبيبة القبائل يعود بقوة عن طريق الهجمات المعاكسة، ضيع هدفين عن طريق عليه فريد أيضا في البداية قبل بداية المباراة، أنه على لاعبين يبقوا مركزين. شاهدنا نفس الشيء إذا خاصة في محور الدفاع والحارس أيضا حديد. والحاجة المليحة الأخطارق اليوم في لاعبي شبيبة القبائل تكتيكيا جيدين. لما تكون الكرة عند المدافع الايمن لفريق بيبياني، احنا نروحوا للشق التكتيكي، نخليه الان في تقييم الاداء بالنسبه للمباراه. هل نقدروا نقولوا انه شبيبه القبائل كان بامكانها بالنظر لتلك المجريات في الشوط الاول تسجيل اهداف، عدد اكبر من الاهداف، وتحدثنا عن ما ضيعهم سعودي؟ نعم، لانه لو تشوف مجريات اللقاء او كيفيه تسيير اللقاء من طرف لاعبي شبيبه القبائل وماذا ضيعوا طيله اطوار اللقاء. في نصف الشوط الاول ضيع هدفين عن طريق اللاعب مسعودي، وفي نهايه اللقاء ضيع اللاعب نشاط هدف بعد دخوله على الجهه اليمنى وجه لوجه، اراد ان يقدم الكره الى اللاعب بودبوز. لذلك نظن انه فريق شبيبه القبائل نراهم يحاولون اللعب الجماعي على نقدر نقول الانانيه الفرديه امام المرمى، رغم انه في بعض المراحل يجب عليك ان تستعمل الانانيه، لانه نشاط ليس بمهاجم، لذلك لم يستعمل الانانيه. لانه لو كان هناك مهاجم كان وجه لوجه، كانت تطغى عليه الصبغه الانانيه في الاداء اكثر منها الجماعيه. زيمباور لم يتقبل اللاعب يمرر في تلك يعني شاهدناه منفعل كثيرا في هذه اللقطه. بالنسبه للتكتيك الذي اعتمد عليه زيمباور، تمركز اللاعبين، تبادل الكرات، كيف ترى ذلك في هذا الشوط الأول؟ هل كان صحيحا الأداء تكتيكيا؟ وقوف اللاعبين كان في مكانه؟ شوف، نقد انها تظهر في الاولى استراتيجيه اللعب. دخلت سيمباور ب 4-2-3-1 وكانت تتغير من 4-1-4-1 باللاعبين ايضا في الحاله الهجوميه، ولكن لما نتحدث تكتيكيا راينا انه لما نتحدث عن 4-2-3-1 من يؤدي الادوار الآن؟ نتحدث رباعي وسط الميدان، رباعي الدفاع واضح. بالنسبة لوسط الميدان أعطينا التقسيم تاعهم. نعم، وسط الميدان في الشق الدفاعي نرى اللاعب بادا واللاعب صار في وسط الميدان الدفاعي كلاعبين محور في محور وسط الميدان. من؟ بادا وبوجمعة. نعم، بادا وبوجمعة. نعم، اسمح لي الأخ طارق، بادا وبوجمعة. ونرى أمامهم ونرى أمامهم ثلاث لاعبين، بودبوز، وأمامه على الجهة اليسرى اللاعب أخريب، وأمامه على الجهة اليمنى لحلو أخريب، وأمامهم كلهم مسعود. نعم،
مهدي مرغم، وامامهم لحلو اخريب على الجهه اليمنى، وامامهم هذو الثلاثه اللاعب مسعودي كمهاجم. نعم. اما من الناحيه التكتيكيه نرى في صورة نشاهد مدني يحضر، يعني قد يكون بديلا في المرحلة الثانية، ربما بالعيد الإصابة أثرت عليه، لكن يبقى نحتاج لتأكيد، وسفيان المهني سيؤكد ذلك قبل بداية الشوط الثاني. نعم، ولكن من الناحية التكتيكية نرى الكثافة العددية التي ينتهجها المدرب سيمباور في استرجاع الكرة أو حتى في طريقة الصعود بالكرة. نرى الكرة القصيرة والتثبيت على جهة وتغيير الجهة الأخرى لإخراج اللاعب في الجهة الأخرى وجه لوجه. من هذه الجمل التكتيكية نستخلص أن فريق شبيبة القبائل عاد بقوة في مباراة اليوم. لذلك نظن أنه نفسيا وحتى ذهنيا راهو مستراح وراهو يلعب بذكاء كبير وكبير جدا، خاصة من الناحية التكتيكية في الملعب. وكذلك رأينا في الكثير من المرات توزيعات على الجهة اليمنى أي على الجهة اليسرى من شق شبيبة القبائل. نرى اللاعب مرغم نعم. في دائرة 16 متر 50 يستخلص الكرة الثانية هناك، يعني أداء دفاعي قوي من يساعد كثيرا من جانب اللاعبين المجموعة. إذا نتمنى أن تواصل الشبيبة على ذات النهج ونشاهد أهدافا أخرى، خاصة أيضا من بلال مسعودي من أجل تحرر هذا اللاعب واستعادة مستواه. نأمل أن يكون الشوط الثاني أفضل خاصة من حيث الأداء والنتيجة وتحقيق التأهل لمواجهة المونستير التونسي في الدوري القادم. أما الآن نذهب مباشرة إلى متابعة أطوار الشوط الثاني بعد الفواصل الإشهارية. وردنا قبل قليل إيريس عادة التلفزيون الجدد وغير ثقيل. إيريس والابتكار بعد الإشهار. إيريس والبيبر تيفي، فن، ديزاين وأناقة. الحطة في الحيط، تحفة تاع متحف. 3 سنتيمتر كاش اللعب. هو كاين. سكر تاع إيريس ما منو واقف. الهضرة تيرا مع بن ناصر امبوسيبل تكون خاسر. نزيد لك مع بورتاب تيفي كي تهبط الحومة تكنولوجيا إيريس تجي معاك. ولا فين في الصحراء ويمشي حتى في البحر. بيان سور باتري. بلا ما نحكيو على الأولاد تيفي سينيما وكي تشبه من غلادياتور اقلبها كراوكي مع المينيبات. انظر عجبك الحال يا سيسا. نورمالمون كون فهمتوا الغنية إيريس يبقى هو الأول في الانوفاسيون. التشكيلة الجديدة لتلفزيونات إيريس، ديما نشوفوا بعيد. إيريس، نظرة للمستقبل. إيريس، علامة الجودة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيريس. إيريس، علامة الجودة. إذا لحظات وينطلق الشوط الثاني من هذه المباراة التي يتفوق فيها شبيبة القبائل بهدفين مقابل 0. اللاعبون دخلوا أرضية الميدان. فريد، في عجالة سؤال فقط قبل أن تنطلق الشوط الثاني، هل تتوقع أن المدرب سيقحم لاعبين جدد مع بداية الشوط الثاني؟ نعم، نظن أن المدرب سيقحم لاعبين جدد لإعطائهم الكثير من الدقائق اللعب خاصة في هذه المباراة. هي فرصة مواتية ربما لرؤية لاعبين آخرين، دليل أنه التغييرات بدأت ربما من جانب شبيبة القبائل. أما الآن مباشرة إلى الزميل أمين رزاوي. أمين، إليك الخط لتعليق على أطوار الشوط الثاني.
شكرا لك طارق بوفليح، وشكرا كذلك لمحمد زكريني، وشكرا كذلك موصول لفريد ملولي على كل صغيرة وكبيرة في أحداث الشوط الأول، كل من التحليل وكذلك اللقطات التحكيمية التي كانت في الشوط الأول. شوط ثاني سيكون مغاير تماما، وسنشهد 3 تغييرات دفعة واحدة من المدرب جوزيف زيمباور رقم شرير وبوط، وكذلك عودة مداني من الإصابة حما وجوزيف زيمباور من أجل الكسب الثقة ومن أجل العودة تدريجيا إلى اللعب والعودة تدريجيا إلى المجموعة. الشوط الأول انتهى بتفوق عناصر شبيبة القبائل بثنائية نظيفة حاملة توقيع كل من لحلو أخريب وكذلك اللاعب والقائد رياض بودبوز على إثر ضربة جزاء. شوط ثاني سيكون مغاير تماما على أحداث الشوط الأول من هذه المباراة. مساء سعيد سفيان. مساء الخير أمين. أيضا كما ذكرت تغييرات 3 تغييرات دفعتين، واحدة مدني مكان بالعيد، شرير مكان موالي، بوط مكان بادا. دخول يعني أو خروج بالعيد هو لداعي الإصابة. نعم، إقحام الشابين بوط وكذلك شرير القادم من نادي مولودية الجزائر، كان ينشط في الفئة الشبانية لنادي مولودية الجزائر، نشط في فئة 15 سنة 17 19 سنة، وانشط الموسم الماضي مع فئة الرديف لنادي مولودية الجزائر، إضافة كذلك لنادي شبيبة القبائل هذا الموسم. كرة في الوسط لمهدي مرغم. الشوط الاول شبيبه القبائل عرفت كيفيه الدخول وعرفت كيفيه الاستثمار في الاخطاء الدفاعيه المرتكبه من جانب فيفيان غوردستارز الغاني الذي حافظ على نفس التشكيل، اقحام ايمانويل كوبي وكذلك انكارا وايتينغا وسومال نيل وانابا واوي بيونغ وبواكي وكومي وادوكو واديجي وماركاتي، ويملك نانايا في بنك الاحتياط اوسي بونو وكذلك اوفري وايمانويل وفوسيكي وايجي ونوكوا ميكال وادوارد. كرة في الوسط لمصلحة شرير في اول الكرات في الخط الخلفي والاستنجاد بحديد. الفوز اليوم يعني التأهل الى الدور الثاني ومواجهة المونستير التونسي. في الوسط للشبيبة دائما لما مهدي مرغم على استنجاد بالحارس حديد. أجواء متميزة على مدرجات الراحل المجاهد حسين عيد حمد. في الوسط دائما العودة لحديد، يتريث ينتظر يبحث عن الرفقاء. الشبيبة ستحاول بدون شك تسيير مجريات اللعب وتسيير مجريات المباراة، متفوقة في الذهاب ثنائية نظيفة ومتفوقة الآن ب 2-0 في الشوط الأول. ستلعب بأريحية وستلعب بثقة وستمكن كذلك جوزيف زيمباور من تنويع اللعب وتنويع التكتيك فوق البساط الأخضر. كرة طويلة من هناك لشرير على الطرف الأيسر والتغطية الدفاعية من كومي. كرة مباشرة في التماس لمصلحة عناصر نادي فيفيان غوردستارز الغاني. لعبت لبوط أو استرجعت هاي كرة صعبة والتغطية الدفاعية من كيلفين أوبيونغ تسترجع لفيفيان غوردستارز الغاني لإبيا ماركاتي في الوسط، لكن التغطية الدفاعية من شرير كرة مباشرة خارج قدر الميدان تحولت إلى رمية تماس. قال حكم المواجهة لمصلحة فيفيان غوردستارز الغاني. يعاني يتألم اليوم أمام فريق منظم، أمام زعيم الأندية الجزائرية، خبرة وتجربة في المنافسة الإفريقية. كرة من هناك تغيير اتجاه على الطرف الأيسر، تغطية من الشاط، كرة راحت في التماس من أمام سونيل إيجبونغ وجوزيف زيمباور بخطوات ثابتة نحو الدور القادم التمهيدي الثاني. الهدف ليس التأهل والهدف ليس المشاركة، الهدف بعيد كل البعد، هو الوصول إلى أبعد نقطة. لما لا التنشيط النهائي ولما لا التتويج. وهنالك منافس جزائري آخر اسمه نادي مولودية الجزائر يعيش أحلى أيامه على مستوى البطولة وعلى المستوى القاري. كرة من هناك البحث عن الأرضية، التغطية الدفاعية والإبعاد والتشتيت والكرة مباشرة في التماس. لما لا نشاهد نهائي جزائري بين المولودية وشبيبة القبائل فئة النسخة 64. كرة في الوسط أو على الطرف الأيسر، توزيع داخل منطقة الجزاء على الإبعاد والتشتيت، ارتدت وعادت لكيرفين أوبيونغ. الضغط من هنالك من لحلو أخري
ولما نتكلم عن المنافسات الافريقيه نتكلم كذلك على ممثلي الكره الجزائريه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. شباب الوزدان، الاتحاد العاصمه، مباني سيدخلان الشهر القادم للمنافسه في الدور الثاني. نتمنى التوفيق لكل ممثلي الكره الجزائريه. كره من هناك في منتصف الميدان لمهدي مرغم، يعود لمن شاء بوجمعة. مدني كان يعاني من إصابة، هو عاد عودة موفقة. مدني في الوسط آخرين، رياض بودبوز تغيير اتجاه لبن شاعة، نشاط قصيرة سريعة لبوط. بوط يلعب في منتصف الميدان اليوم، هو في الأصل مدافع محوري، كان ينشط الموسم الماضي مع شبيبة القبائل وفاز بكأس الجمهورية مع فريقه شبيبة القبائل اللي فيها تحت 21 سنة الموسم قبل الماضي. كرة من هناك الانطلاقة لرياض بودبوز على مجال منطقة الجزاء للحلول قريب التغطية والإبعاد. على التشتيت وصلت لسيمبسون في منتصف الميدان، الصراع بينه وبين بوجمعة، التفوق والصافرة والخطأ ضدك يا بوجمعة ولمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الخاني. هو الصراع بينه وبين كومي لاعب رقم 10 لبيبياني جولد ستارز الغاني. احسن عنصر في تشكيله المدرب نانا ياو امانكو، مدرب بيبيان جولد ستارز الغاني. طويله على الجهه اليسرى وصلت لسونيل او سامونيل، يلعب الكره الطويله، حذاري من هذه الكرات. ومدني في الواجبات الدفاعيه اللازمه لشرير، يراوغ يبحث عن التقدم، يتريث، يلعب الكره قصيره للحلو اخريب، يفتح له بودبوز، وصلت لبوط، يبحث عن التقدم بوط، يلعب السريعه لشرير، لكن قبل هذا وذاك الحكم السيد كوتي رشيد محمد يصفر خطا لمصلحه بوط ولمصلحه عناصر شبيبه القبائل وبطاقه صفراء فيني ساتينغا. هو التدخل من الخلف على حديد. امين. نعم سفيان. 3 تغييرات ايضا دفعتين، واحده من فريق ستار. نعم، ورقتين بديلتين دفعه واحده. 3 تغييرات في تشكيله بيبيان جولد ستارز. لاعب باريما كوامي والمهاجم سانو رزاق الى جانب لاعب رقم 16 وادو اوبي. نعم سفيان شكرا. كرة من هناك لعبت لبوط على الجهة اليمنى، وصلت لبوجمعة، يلعب لمهدي مرغم، يبحث عن المراوغة لم يوفق، الكرة تخرج لتماس. سامسون يخرج هذه اللحظات ويدخل صاني رزاق وبارما وواتو في هذه اللحظات. 3 تغييرات دفعة واحدة في الوقت الذي يقوم محيوس وكذلك مالكي القيام بعملية الإحماء في انتظار الفرصة للدخول في هذه المواجهة والمشاركة. نانا ياو يكشف عن أوراقه في هذه اللحظات، يسعى فقط للخروج بأقل الأضرار من مدينة تيزي وزو. صعب الفوز أمام شبيبة القبائل خاصة في المنافسة الإفريقية. كرة في تماس، لعبت لبوط، يخليها لنشاط لرياض بودبوز. بودبوز يحاول المرور، يلعب لمهدي مرغم على مجال منطقة الجزاء والصافرة والخطأ. يقول حكم المواجهة لمصلحة رياض بودبوز ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل. هكذا كان التدخل من اللاعب وادو على رياض بودبوز في أول كرة وفي أول محاولة وفي أول تدخل من اللاعب البديل وادو. كرة وخطأ خلف هذه الكرة مهدي مرغم وكذلك بودبوز. رياض وإيمانويل كوبي يعطي التعليمات اللازمة لجد الصد. سيتولى مهمة التنفيذ رياض بودبوز أم مهدي مرغم. هل ستكون مباشرة؟ رياض يلعبها قصيرة
لمسعودي التهديد والتسديد من مرغم، لكن كرة بعيدة كثير مباشرة إلى ضربة مرمى لإيمانويل كوبي ولمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني. الشبيبة شاركت 19 مرة في دوري أبطال إفريقيا، حققت 62 فوز وتعادلت في 21 مباراة وخسرت 39 مواجهة، وتوجت الشبيبة مرتين سنة 81 وسنة 90. كرة من هناك سريعة لمصلحة الكناري، التغطية من أمام مهدي مرغم من المدافع فينيت ساتينغا بدون خطأ، استرجعت في منتصف الميدان. مهدي مرغم مازال ساقط، الحكم يطلب مواصلة اللعب. هناك لاعب ساقط آخر من شبيبة القبائل، والحديث هنا على بوط، والحكم يوقف اللعب للاطمئنان على صحة اللاعبين شبيبة القبائل بوط وكذلك مهدي مرغم. هاي الإعادة، لعب الكرة مدافع والقائد فينيس اتينغا من أمام مهدي مرغم. الحكم هنا لم يصفر خطأ. سلامتك وعافيتك يا بوط، اللاعب الشاب لشبيبة القبائل. يصب على مستوى القدم اليمنى لكنه سيواصل، ومهدي مرغم كذلك نهض سالما معافى من الجهة المقابلة بعد التغطية المثالية من فينيس ساتينغا. سقط مهدي مرغم، كرة عادت في الوسط لمصلحة بيبياني جولد ستارز. إيمانويل أنكارا على استنجاد بين كوبي. إيمانويل حارس مرماه يلعب الكرة الطويلة أمامية، رتم إيقاع المباراة انخفض في هذا الشوط الثاني. حتى الجانب البدني يلعب دور مهم، خاصة ونحن في بداية الموسم. الشبيبة لعبت 4 مباريات على مستوى البطولة، فازت بمواجهة وتعادلت في مناسبتين وخسرت في مباراة. كرة من هناك لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني من أمام شرير. برايتو بواكي وشرير، لعبة وصلت لأوسي بيونو. أوسي داخل منطقة الجزاء، مرت محايدة على القائم الأيمن للحارس حديد بعد المحاولة الأخيرة داخل منطقة الجزاء. حاول من هنالك كومي لكن تسديدته بعيدة كثير مباشرة إلى ضربة مرمى لمصلحة عناصر نادي شبيبة القبائل. أمين، يبدو أن هناك ستكون تغييرات أخرى من جانب شبيبة القبائل، إذ محيوس والمالكي يقومان الآن بعملية إحماء من أجل الاستعداد لأخذ مكانهم. لحظات قليلة وستكون هنالك تغييرات في تشكيلة شبيبة القبائل كما قال الزميل سفيان. مالكي ومحيوس من أجل تنشيط الخط الأمامي للشبيبة. كرة في الخط الخلفي، بوت يعود لبن شعة مباشرة لمدني أمام الضغط العالي من أوادو. حذاري من هذه الكرات، رد بالك يا حديد لأخريب لمدني في الوسط لشرير، لم يوفق، عادت لبيبياني جولد ستارز. حذاري من التهديدات والتسديدات، حذاري من ارتكاب الأخطاء، حذاري من المفاجآت، حذاري من الهدايا، حذاري من ترك المساحات، حذاري من هز الشباك. والكرة في الوسط لمصلحة جولد ستارز. اوف ذا كوت استرجعت لكناري والانطلاقة لمسعودي، خطأ يقول حكم المباراة، خطأ وبطاقة صفراء، خطأ وبطاقة صفراء أخرى في المواجهة والثانية والخروج من المباراة بالبطاقة الحمراء. بطاقتان صفراوان لإيمانويل أنكارا تساوي الطرد من المباراة. هاي الكرة
هو التدخل، هو مسعودي. الحكم كان قريب، التدخل كان واضحا، والحكم لم يتردد في إخراج البطاقة الصفراء الثانية في وجه إيمانويل أنكارا. بيبياني جولد ستارز الغاني سيلعب ب10 لاعبين. هل ستستثمر أشبال جوزيف زيمباور في التفوق العددي؟ ننتظر، نترقب. لبو جمعة العودة لحديد في الخط الخلفي، يلعب الكرة الطويلة ناحية بو جمعة، لم يوفق لكنه كسب رمية تماس من أمام صومونيل في هذا الصراع الأخير. كرة مباشرة في التماس، لعبت بشكل سريع. العودة لبن شاعة لحديد، غير تجلاب لمن هذه الكرة لمدني، مدني للحلو أخريب. لحلو مسجل الهدف الأول في هذه المواجهة. العودة مباشرة للخط الخلفي. الشبيبة يجب أن تكون أكثر فعالية، يجب أن تكون أكثر نشاط، لا يجب ترك المساحات. والكرة وصلت للنشاط على الجهة اليمنى الأرضية، ولو عجز استقبال هذه الكرة لكنها ما زالت وصل بها الحلو أخريب. يلعب لشرير، يبحث عن تقدم شرير. هذه كرة، هذا شرير داخل منطقة الجزاء. يا سلام، والدفاع يصد ويرد، لكن من هنالك ما يخرج هذه الكرة مباشرة في التماس لمصلحة الكناري. لعبت لبوت، ضاعت من بوت، عادت لبيبياني جولد ستارز عن طريق بارامة، والعودة السريعة لبوت والصافرة والخطأ. يقول حكم المواجهة لمصلحة بارامة ولمصلحة عناصر بيبيان ني جولد ستارز الغاني. هنا الدفع من الخلف، مسعودي كان بالإمكان أن تنال الفرصة الأخيرة هدفا ثالثا بعد المجهود الفردي من شرير. كرة في الوسط أمامية، تغطية من مدني بالشكل اللازم من أمام سامي رزاق، والكرة مباشرة في التماس أخرجها أمين. مدني. نعم سفيان، سيدخل مالكي مكان بودبوزي. نعم، تغيير آخر في تشكيلة شبيبة القبائل، دخول المهاجم مالكي مكان رياض بودبوز. كرة طويلة داخل منطقة الجزاء لبعض التشتيت من اللاعب بود على الطرف الأيسر لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني. على التغطية الدفاعية بشكل لازم من الشاط. أيضا محيوس نعم سيدخل مكان مرغم. أيمن محيوس مسجل هدف الفوز في المباراة السابقة أمام ترجي مستغانم على مستوى البطولة. كرة من هناك لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني. التغطية الدفاعية وصلت لشرير، يلعب لبوت في المنتصف. العودة للخط الخلفي لبن شاعة، بن شاعة، رياض، بوت، رياض يتقدم سريع للشبيبة. رياض غير اتجاه اللاعب للنشاط. هاي كرة عصابة لمصلحة الكناري لمسعودي على مشرق منطقة الجزاء. يدور يلف يبحث عن الحلول. مسعودي يستند على وادو. مسعودي لعب لبوط مرة أخرى لمسعودي على الجهة اليمنى. مسعودي مازال دخل مسعودي على الأرضية. يسوي ويسين يترفع في اللقفايل عن طريق مهدي مرغم بعد مجهود فردي من مسعودي على الرواق الايمن. اهتزت الشباك فاهتزت المدرجات بثاني يسوي لمصلحة عناصر شبيبة القبائل. مسعودي فعل كل شيء ومهدي مرغم حط الكرة، حط في شباك مانويل كوبي واعلن عن ثالث اهداف هذه المباراة. جات كرة جات من بوت، جات وصلت لمسعودي. مسعودي من هنالك على الجهة اليمنى فعل كل شيء واعطى كرة على طبق لمهدي مرغم، لم
لم يتردد لم يتهاون، ترك إيمانويل كوبي يتساءل وش هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول ثالث لمصلحة شبيبة القبائل عن طريق مهدي مرغم. الشبيبة تمطر شباك بيبياني جولد ستارز الغاني بثلاثية أهداف بعد مرور 65 دقيقة لعب. الشبيبة تسجل الهدف الثالث عن طريق مهدي مرغم، ورقتين بديلتين دفعة واحدة. مهدي مرغم يسجل ويغادر التسبيقات، مسجل الهدف الثالث هي سفيان. نعم هو كذلك. خلاص يمكن القول ان الشبيبة في الدور المقبل امين. نعم الشبيبة في الدور المقبل لمواجهة المونستير التونسي، وهذا القائد رياض بودبوز يترك مكانه لأيمن محيوس ومايكي من أجل مضاعفة النتيجة. كرة في الخط الخلفي، لعبت وصلت بالشكل اللازم. يا سلام على بوت، يسترجع الكرة لبن شاعة في الخط الخلفي، لعبت وصلت لبوجمعة، العودة لبن شاعة، التريث الانتظار، العودة لبوجمعة، تغيير يتجلى مباشرة لمدني، يبحث عن خرجة الكرة أمام العودة لعناصر بيبياني جولد ستارز الغاني في الخلف. بوت، حديد، محمد يدير يلعب الكرة الطويلة لبوجمعة، يجب الخروج بالكرة ولا يجب الاستحواذ في الأمتار الأخيرة من مرمى حارس حديد حتى لا نرتكب الأخطاء، لا نرتكب الأخطاء، لا نرتكب الأخطاء، لا نرتكب الأخطاء يا نشاط. كدت أن ترتكب خطأ فادحا من أمام اللاعب بارما في الوسط. تغيير جلاب بالصدر، الترويض يلعبها لمسعودي، مسعودي يحاول لكن يخسرت الكرة من أمام صاني رزاق. صاني مباشرة لسمونيل على الرواق الأيسر لبارما، بارما يبحث عن الكرة في العمق لكن راحت سهلة مباشرة للحارس حديد ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل. 3-0 لزعيم الأندية الجزائرية في الوسط. لحلو أخريب أمامية، التغطية والإبعاد من برايت بواكي، اللمسة سامونيل على الجهة اليسرى لبارما، بارما ونشاط يغلق له الطريق، لعبت وصلت في منتصف الميدان دائما لمصلحة بيبياني جولد بالخطأ، عادت لمسعودي على انطلاقة للكناري، وصلت لأيمن، أيمن محيوس الأرضية والكرة مرت مباشرة في التماس. يقول حكم المواجهة لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني في أول كرة وأول محاولة من أيمن محيوس. كومي يخطئ، تسترجع من أيمن، تلعب لبوت، يطلبها مسعودي، وصلت الكرة يفتح له نشاط، لعبت بشكل سريع سريعة للكناري داخل منطقة الجزاء، البحث المسعودي 1-2 يا سالم. 1-2 والثالثة في الشباك، تعلن عن رابع أهداف هذه المباراة لمصلحة عناصر شبيبة القبائل عند الدقيقة 68 عن طريق لحلو أخريب، يسجل هدفا رابعا، نعم والثاني له في هذه المباراة بلعبة متميزة ثلاثية انتهت في الشباك. إيمانويل كوبي وأعلنت عن تعميق الجراح. هكذا هم عشاق الأخضر والأصفر يلهبون المدرجات، يعرفون قيمة هذه الأهداف ويعرفون قيمة العودة. جات كرة جات على الجهة اليمنى، جات لنشاط، جات لعبة داخل منطقة الجزاء، خطوات والكرة في الشباك تعلن عن رابع أهداف في هذه المواجهة لمصلحة الكناري. ترك كل عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني تتساءل وير از ذا بول، هي
في الجول، هي في الجول، هي في الجول، هي في الجول الرابع لمصلحة زعيم الأندية الجزائرية. عاد إلى الماما أفريكا ويسجل هدفا رابعا عن طريق لحلو أخريب. التغييرات أتت بثمارها يا سفيان. نعم التغييرات أتت بثمارها يا سفيان. نعم أمين، تغييرات موفقة للمدرب جوزيف زيمباور. أي تغيير معه يأتي هدف أو أي نصيحة أيضا تجلب يعني تأتي بثمارها أمين. نعم سفيان، تغيير تكتيكي كما شاهدنا في الشوط الأول أتى بثماره على عندما وقع المدافع بيبيان جولد ستارز الغاني في المحظور وعرقل مسعودي جاء ضربة الجزاء. الشوط الثاني آخر شاهدنا 5 تغييرات في تشكيلات جوزيف زيمباور أثمرت بهدف أول لحد الآن. نقول هدف أول بعد التغييرات. كرة في الوسط لبوط لأنه أيمن محيوس سيسجل اليوم أو مسعودي كذلك. لحلو أخريب، لحلو مسعودي، لحلو مسعودي، لحلو مسعودي كأن حصة تدريبية لنشاط مرة أخرى. العودة من هنالك لبن شاء تغيير اتجاه لمن هذه الكرة لمدني على الاستلام ومن هنالك الجماهير تتفاعل. وي بعد الكرات وبعد اللمسات بين عناصر شبيبة القبائل. كرة في الوسط لعبت وصلت لبوط في منتصف الميدان. يتقدم بوط، يحاول بوط البينية، التغطية الدفاعية من سامسون اوديكو. يسترجع الكرة يلعبها لبارما او لبارما على الجهة اليسرى. سريعة وبن شاعة كان اسرع. بن شاعة وبارما، بن شاعة وبارما والتغطية بالشكل اللازم. يا سلام على ابو جمعة، يا سلام على ابو جمعة، يا لا على ابو جمعة. يقوم بواجباته الدفاعية، يعطي المساندة الهجومية ويربط الخطين، الخط الخلفي والخط الامامي مناصفه بينه وبين مسعودي وكذلك رياض بودبوز الذي خرج وترك مكانه لمالكي. كره في الخط الخلفي. امين. نعم سفيان. اخر التغييرات من جانب النادي الغاني دخول اللاعب ادوارد اغيمونغ وايضا ايمانويل كيفوسو. تغييران ورقتين بديلتين دفعه واحده يا سفيان. لا تهم التغييرات لبيبياني جولد ستارز الغاني. المهم أن شبيبة القبائل ممثل الكرة الجزائرية متفوق ب4 أهداف. هو كذلك يتأهل بعدما أن تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور القادم في انتظار دخول ممثلي الكرة الجزائرية في كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأنا أتحدث على شباب الوزداد واتحاد العاصمة. وكرة في الوسط لبيبياني جولد ستارز الغاني على الجهة اليسرى. لعبت وسط بارما، خطئت من نشاط، لعبت لبو جمعة والصافرة والخطأ. يقود حكم المواجهة لمصلحة نشاط ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل. ورقتين بديلتين دفعة واحدة في تشكيلة بيبياني جولد ستارز الغاني. إيمانويل يدخل في هذه اللحظات وكذلك إدوارد. المدرب نانا ياو أمونكا يستنفذ كل تغييراته، يريد الخروج بأقل الأضرار. يعيش كابوس هنا بملعب الراحل المجاهد حسين عيد أحمد بعد تلقيه ل4 أهداف والمزيد قادم. كرة في الخط الخلفي والأجواء الخيالية، الصور الممتعة، أصفر وأخضر حاضر يتزين بمدرجات هذا الملعب الجوهرة. في الوسط دائما للكناري مدني يتردد يتريث يبحث عن الرفقاء امام تجمع عدد كبير من لاعبي بيبياني جولد ستارز الغاني في الخطوط الخلفيه. مسعودي يحاول يتقدم، مسعودي يطلب عن نشاط على الجهه اليمنى. نشاط مسعودي وين التسديده والحارس ايمانويل كوبي. والخطوره ما زالت من شرير على الطرف الايسر. ايمن محيوس مره محيوس التهديد والتسديد. مجهود فردي من ايمن محيوس وكورتو اصطدمت بالشباك الصغيره وتحولت الى ضربه مرمى لايمانويل كوبي.
هاي الكرة من الشاط، هاي التسديدة من مسعودي والتصدي من إيمانويل كوبي على مشارف في منطقة الجزاء. حاول المخادعة لكن دون جدوى أمام التفطن من إيمانويل كوبي. كرة عادت للشبيبة، لحديد بن شعا بوجمعة لبوط. جوزيف زيمباور مازال يعطي التعليمات اللازمة للأشبال، يعرف قيمة الأهداف ويعرف قيمة الانسجام ويعرف قيمة المجموعة ويعرف قيمة تصحيح الأخطاء خاصة في مثل هذه المباريات. لا يجب إعطاء للفريق أكثر من قيمته خاصة في الغمار الإفريقية والمنافسات القارية. كرة في الخط الخلفي، أيمن محيوس بوجمعة سريعة في الوسط لمالكي. أيمن يخطفها، يتقدم أيمن، يلعبها لمن؟ لنشاط. هاي كرة يصعبها للكناري، لنشاط أو لأيمن محيوس، يلعب يتفوق يكسر الكرة. الصراع مازال، مالكي كادت أن تصل هذه الكرة لمسعود، التهديد والتسديد، الخطورة مازال. وضعية تسلل اوف سايد على مالكي ولمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني. هجمات متكررة من جانب عناصر شبيبة القبائل. هذه المرة مالكي وقع في المحظور. اللاعب البديل مالكي بعد المحاولة الأخيرة من مسعودي. تسديدات تكسم، لكن الحارس إيمانويل كوبي متواجد دائما في المكان المناسب. كرة من هناك والصافرة والخطأ. يقول حكم التماس لمصلحة بياني جولد ستارز الغاني على مشارف منطقة الجزاء لا يجب الاحتجاج على قرار حكم المواجهة. خلاص صفر خطأ، لا يجب الدخول في سين وجيم لأن الحكم قرر، واليوم ليست هنالك تقنية الفار في هذا الدور. هاي التغطية من بوط، ارتكب خطأ وحديد. محمد يدير يعطي التعليمات اللازمة للرفقاء. كرة وخطأ خلف هذه الكرة، برما ساني رزاق وإدوارد. كرة وخطأ، التأديد والتسديد وحديد يصد ويبعد هذه الكرة مباشرة في الركنية. أول كرة خطيرة لبيبياني جولد ستارز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، والقراءة المثالية من حديد إدوارد. كرة مؤطرة بالشكل اللازم. كرة في الركنية ملعوبة على مستوى القائم الثاني، راحت سهلة مباشرة لشرير في الخط الخلفي. قصيرة سريعة للشبيبة في المنتصف. مسعودي يفتح له نشاط، هاي خطيرة 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 وخرج إيمانويل كوبي. وضعية تسلل، يقول حكم المواجهة على اللاعب نشاط اسم على مسمى أكثر نشاط في هذه المباراة. وضعية تسلل، قال حكم المواجهة على اللاعب نشاط. يستمر اللعب في الوسط، عادت لمالكي، وصلت لبوجمعة، يرسلها المدافع، يرسلها من هناك للحلو أخريب مسجل الثنائية. لحلو للنشاط، هاي كرة، هاي صعبة، هاي خطيرة، هاي مرعبة، هاي مخيفة، والتغطية ثم بعد ذلك الإبعاد والتشتيت والكرة مباشرة في التماس. يقول حكم المواجهة لمصلحة شبيبة القبائل المهندس جوزيف زيمباور يبحث عن الهدف الخامس والسادس. كرة في تماس، ماذا قال حكم المواجهة؟ تماس للشبيبة، لعبت لمسعودي، اللمسة القصيرة واسترجعت من هناك لبرايت بايكي، وجوزيف زيمباور مازال يعطي التعليمات اللازمة في الوسط. واسترجعت لمسعودي، يبحث عن التقدم، التأديد والتسديد
والتغطية الدفاعية والكرة مباشرة إلى ضربة مرمى. مسعودي كما نقولوا بالعامية حاب يسجل هدف في هذه المباراة. تسديدة أخرى، الحكم ماذا قال هنا؟ ضربة مرمى وليست ركنية. سلامات للاعب الشبيبة السقط فوق أرضية الميدان، يتألم يعاني من الإصابة، ونحن نعيش الدقيقة 79. الشبيبة أمطرت شباك بيبياني جولد ستارز الغاني ب4 أهداف لحد الساعة لحد الآن. والنشاط ينال سليما معافى، أو مسعودي في هذه الكرة حاب يسجل وسدد، لكن كورتو أخطأت الشباك وأخطأت المرمى، راحت مباشرة إلى ضربة مرمى. كبار صغار حاضرين بقوة لمساندة شبيبة القبائل. كرة طالت إلى ضربة مرمى لمصلحة عناصر بيبياني جولد ستارز الغاني. طويلة في الأمام، عادت من هناك لبيبياني جولد ستارز، واسترجعت الشبيبة على انطلاقة البينية ناحية ماكي، وخروج موفق لإيمانويل كوبي. قرأ الكرة بالشكل اللازم في الخط الخلفي، لعبت وصلت لبرايت بويكي لبارما، يبحث عن المرور والصافرة والخطأ. يقول حكم المواجهة لمصلحة إدوارد عوادو والذي سقط في الكرة الأخيرة، مكسب خطأ من أمام خريب. كرة وخطأ على تنفيذ بارما على الجهة اليمنى من مرمى حارس الشبيبة، ملعوبة والتغطية والإبعاد. رد بالك من هذه الكرات، رد بالك من التهديدات والتسديدات، لكن لا يجب نسيان حديد محمد يدير متواجد في التوقيت المثالي، انقض على هذه الكرة. هاي التسديدة وحديد بكل أريحية ينقض على هذه الكرة الأخيرة. كرة في الخط الخلفي، الضغط من بارما ورفقائه، وصلت لنشاط، عندك المساحة، يتقدم ينشط نشاط، يلعبها لمسعودي، تعود لنشاط في منتصف الميدان لمسعودي مرة أخرى. مسعودي حتى وإن لم يسجل قدم أداء متميزا، أزعج وكان مشوشا لدفاعات بيبياني جولد ستارز الغاني في هذه المواجهة. في الخلف لحديد، يأتي بوط في الخط الخلفي، مدني وضغط عليه من إدوارد، تأتي المساندة من شرير، العودة لمدني، يفتح له بوط، يتقدم بوط، يتريث بوط، يأتي مسعودي يغير اتجاه اللعب على طرف الايسر على انطلاقه للكناري، المحاوله لايمن لشرير داخل منطقه الجزاء، والتغطيه لكن شرير ما زال يصارع، والكره وين؟ الكره مباشره الى ضربه مرمى. يقول حكم المواجهه لمصلحه بيبياني جولد ستارز الغاني، والكناري متفوق ب4 أهداف نظيفه لا غبار عليها لا كلام فيها، ويرسل رساله مفادها عن زعيم الانديه قد عاد الى افريقيا او الى الماما افريكا، والكره في منتصف الميدان، لعبت سريعه لكن هنالك لمالكي ولمصلحة عناصر شبيبة القبائل بعد اللعبة الثنائية بينه وبين لحلوها خريب. الأمور حسمت يا سفيان. الكناري في الدوري القادم سيواجه المونستير التونسي في الوسط. الليبوت يتريث، يبحث عن التقدم امام تجمع عدد كبير من لاعبي بيبياني جولد ستارز الغاني، لكن كرة العد سهلة لإيمانويل كوبي، طويلة في الأمام، التغطية والإبعاد،
حذاري من هذه الكرات، لكن بوجمع يقوم بالواجب من امام ادوارد، يفتكها يلعبها ليبوت، يغير الاتجاه اللعب لشرير في الخط الخلفي، يراوغ شرير يعود مباشرة لبن شاعة، يتريث بن شاعة ليبوت مرة أخرى. الشبيبة الآن تفكر في المباراة القادمة وفي الدور القادم. هو امتحان مهم امين امام المونستير. نعم، امتحان مهم امام المونستير الذي واجه نادي مولودية الجزائر الموسم الماضي في النسخة الماضية في الدور التمهيدي الثاني. فازت المولودية وتأهلت على حساب المونستير. كرة لنشاط، نشاط يتقدم، يحاول يتريث، يبحث عن من عن لحلوها قريب، لكن خروج موفق لإيمانويل كوبي. راحت سهلة بين أحضانه. المباراة القادمة للشبيبة ستكون في الدوري أمام أتلتيك بارادو الذي يعاني هذا الموسم على مستوى البطولة وتلقى هزيمة أخرى أمسية البارحة. كرة طويلة لأيمن، الاستلام من أيمن، لكن قبل هذا وذاك كان هنالك أوفسايد يقول حكم المواجهة على أيمن محيوس ولمصلحة الدفاع بيبياني جولد ستارز الغاني. هاي الكرة، لكن أين هو تسلل حكم التماس؟ الحكمان أو الطاقم التحكيمي السيراليوني يدير أول مرة مباراة دولية. كونتي راشد محمد وفيرمان سار عبد الله وكونتا أوليسين ناقصين خبرة في هذه المباريات القارية. وبوط يتألم يعاني من الإصابة، السلامة والعافية. وهنالك لاعب آخر من بيبياني جولد ستارز الغاني بعد الاحتكاك. والحديث هنا على المهاجم ساني رزاق، احتكاك بين وبين بوت لاعب شبيبة القبائل. خذ لك صورة تاريخية يا ولدي هنا على مدرجات ملعب الراحل المجاهد حسين أحمد. ستتذكرها لما تكبر وتصبح شاب، لما لا تصبح لاعب كرة قدم وبقميص شبيبة القبائل. كل شيء ممكن في هذه الحياة، فقط الإصرار، فقط الثقة والجدية. هاي صور أخرى لأبناء الجزائر حاضرين بقوة. كرة في منتصف الميدان والصافرة والخطأ. يقول حكم المواجهة لمصلحة بيبياني جولد ستارز الغاني. تفضل سفيان. قلت لك على ذكر المشجعين يهتفون بكلمة واحدة: الشعب يريد كأس إفريقيا. الشعب يريد كأس إفريقيا. ونجمة أخرى على قميص الشبيبة. لما لا، كل شيء ممكن بتوليفة وبأستاذ اسمه جوزيف زيمباور. كل شيء ممكن في بيت الشبيبة هذا الموسم. وأنا أتمنى كل التوفيق لممثلي الكرة الجزائرية، الشبيبة، المولودية، الاتحاد وشباب الوسداد. لما لا، قلتها يا سفيان، لا نشاهد نهائي السوبر إفريقي يجمع ناديين من الجزائر. لما لا يا سفيان هذا الموسم؟ كرة في الوسط لبيبياني جولد ستارز، تغيير اتجاه اللعب على الرواق الأيمن. انتهت الأمور، حسمت الأمور، بقيت دقيقتين من زمن وحدة هذه المواجهة. الشبيبة عرفت من أين تؤكل الكتف، وعرفت كيف تستثمر في الأخطاء، وعرفت كيف تسجل، وعرفت
كيف تسير مجريات المواجهة وترسل رسالة مفادها أن زعيم الأندية الجزائرية عاد إلى مكانه الطبيعي، عاد إلى القارة السمراء، عاد لكي ينافس أمام أفريقيا على الألقاب القارية كما نافس في الألقاب المحلية، ويملك خزينة يا سفيان، خزينة ممتلئة ألقاب سواء محلية سواء إفريقية. والتسديدة راحت سهلة مباشرة بين أحضان الحارس محمد إدير حديد. إمكانيات كبيرة لهذا الحارس. كرة في الخط الخلفي للشبيبة، لما لا مشاهدة 5 أهداف هذه المواجهة وستكون بأقدام محيوس. كرة من هناك لأيمن محيوس على الجهة اليسرى. أيمن التهديد والتسديد. الكرة تأبى الدخول يا أيمن يا محيوس. طالت وراحت وتحولت مباشرة إلى الركنية. من سيتولى مهمة التنفيذ؟ هكذا استلم، هكذا جاءت، هكذا سدد، وهكذا حرم إيمانويل أنكارا أيمن محيوس من أن تمر الكرة في الشباك. كرة في الركنية لمصلحة شبيبة القبائل على الجهة اليمنى من مرمى حارس بيبياني جولد ستارز الغاني إيمانويل كوبي. الكرة ملعوبة لكن ليس بالشكل اللازم، ارتدت وعادت لأيمن أو لبوجمعة بالشكل اللازم، لكن خطأ. لعبت بشكل سريع لمصلحة أيمن محيوس. 1-2. هاي كرة، هاي صعبة، هاي خطيرة. خامس لمصلحة شبيبة القبائل عن طريق مالكي بعد لعبة، بعد كرة، بعد ومضة تفعل الشبيبة وتمطر شباك بيبياني جولد ستارز الغاني ب5 أهداف. قلتها في الهدف الأول، نكني اللقفايل الروان جرجر جياس كان حمل عزيز ناملامر وننكي اللاصل أكيد نكر. هكذا هو حال لسان عشاق هذا الكيان. جات كرة جات من أيمن محيوس جات، ومالكي لم يتردد لم يتهاون، كان في الموعد وسجل 5 أهداف في هذه المواجهة لمصلحة شبيبة القبائل. 5-0 للكناري أمام بيبياني جولد ستارز الغاني. بحثت عن الخامس فأتى الخامس وأتى من الورقة الرابحة. نعم، التغيير الخامس والهدف الخامس، والعلم الجزائري يرفرف بالشكل اللازم، والشبيبة تتأهل إلى الدور القادم. و4 دقائق فقط مرت. هل سنشاهد 6 أهداف المباراة؟ بقيت 3 دقائق أمين. نعم، الحكم أضاف 4 دقائق ولعبت منها 1. لعبت منها دقيقة. يا أبو جمعة ماذا هنالك؟ حديث بين أبو جمعة يا سفيان والحكم كوني رشيد محمد. الحكم يقول لك وصل. 5-0 للشبيبة في الوسط. لعبة وصلت لإسحاق جيتي. لمسة قصيرة للقائد صاني رزاق. عجز نانا ياو مدرب بيبياني جولد ستارز الغاني على إيجاد الحلول وعلى فك العقدة أمام شبيبة القبائل، سواء داخل الديار في غانا أو خارج الديار في الجزائر. الشبيبة قلت أنها ستواجه المونستير التونسي في الدور التمهيدي الثاني. كرة لحديد، في الخط الخلفي. لعبة وصلت لبوجمعة لحديد، عادت ولعبت. الهدف السادس يطبخ يا سفيان، الهدف السادس يطبخ يا سفيان من نشاط الذي ينشط لأخريب الذي يطلب. وصلت كرة على الربق الأيمن لنشاط، نشاط داخل منطقة الجزاء
والحارس إيمانويل كومبي في الزاوية البعيدة ينقذ مرماه. جات كرة جات من النشاط وصلت لأخريب، ولكن الحارس إيمانويل كومبي كان في المرصاد، والكرة مباشرة في الركنية. والفرصة الأخيرة للشبيبة لتسجيل الهدف السادس. هي الإعادة من زاوية أخرى وإيمانويل كومبي كورته مباشرة في الركنية الثانية على التوالي على الجهة اليسرى. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل ضايع انتهى، والهدف السادس يطبخ ملعوبة داخل منطقة الجزاء. الركنية الثالثة على التوالي للكناري على الجهة اليسرى، والهدف السادس يطبخ، وإيمانويل كومبي يعطي التعليمات، خايف بأنه يتلقى الهدف السادس. يا لحلو يا خريب، أين هو أيمن محيوس؟ الكرة ملعوبة، والحكم ماذا يقول؟ نهاية هذه المواجهة بفوز مستحق لشبيبة القبائل ب5 أهداف نظيفة عن عيسى بيبياني جولد ستارز الغاني، ويتأهل إلى الدور الثاني التمهيدي وسيواجه المونستير. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم معلق التلفزيون الجزائري أمين رزاوي، شكرا. والعودة للزميل طارق بوفليح ومحللي قنوات التلفزيون الجزائري. سلام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيريس. إيريس علامة الجودة. وردنا قبل قليل إيريس عادة التلفزيونات جدد وغير ثقيل. إيريس والابتكار بعد الإشهار. إيريس والبيبر تيفي، فن ديزاين وأناقة. الحطة في الحيط، تحفة تاع متحف. 3 سنتيمتر ما كاش اللعب. هو كاين. سكر كاتر تاع إيريس ممنوع وكاس. الهضرة تيرا مع بن ناصر، امبوسيبل تكون خاسر. نزيد لك مع بورتاب تيفي كي تهبط الحومة، تكنولوجيا إيريس تجي معاك. ولا فين في الصحراء ويمشي حتى في البحر. بيان سور باتري. بلا ما نحكيو على الاولاد تيفي سينيما، وكي تشبع من بلادياتور اقلبها كراوكي مع المينيباد. اندر عجبك الحال يا سيسا؟ نورمالمون كون فهمتوا الاغنيه، إيريس يبقى هو الاول في الانوفاسيون. التشكيلة الجديدة لتلفزيونات إيريس، ديما نشوفوا بعيد. إيريس، نظرة للمستقبل. إيريس، علامة الجودة. شبيبة القبائل إذن أمتعت وأبدعت هذا المساء بخماسية كاملة امترت بها شباك بيبياني الغاني جولد ستارز الغاني، وتحقق التأهل بجدارة واستحقاق إلى الدور التمهيدي الثاني. عودة قوية لشبيبة القبائل إلى هذه المنافسة التي غابت عنها لسنوات. تألق هنا بملعب المجاهد الراحل حسين أحمد بأجواء رائعة يمني فيها الجماهير النفس بمواصلة التألق والتقدم رويدا في الأدوار وبلوغ الأدوار النهائية لهذه المنافسة، أعرق المنافسات القارية. إذن تلتحق بمولودية الجزائر في الدور التمهيدي الثاني، ستواجه نادي المونستير التونسي. أجواء كبيرة هنا بملعب حسين أحمد بتيزي وزو، خماسية أفرحت الجماهير وأراحتهم أيضا، وتؤكد أن الشبيبة عائدة إن شاء الله إلى القارة الإفريقية، ولما لا تكرار سيناريو سنوات التتويج. مباشرة إلى الملعب وأرضية الميدان معنا سفيان مهني ومعه أحد اللاعبين. إليك سفيان. بالفعل طارق، هنيئا لشبيبة القبائل التأهل إلى الدور المقبل بعد الفوز بخماسية كاملة. معي أحد أبرز اللاعبين اليوم أو الوافد الجديد بلال مسعودي.
بلال يعني رغم ان الفريق يعني فاز بثنائيه نظيفه في مباراه الذهاب، يعني ومع ذلك الشبيبه اليوم لعبت الكل في الكل واكدت يعني احقيتها بالتاهل للدور المقبل بعد تسجيل الخماسيه. واش تقدر تقول لنا بلال؟ بون بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اون غاني سو ماتش، سي بليز امبورطون كي ربحنا هذا الماتش باسكو كيما على بالك ربحنا ليك 2-0 مي اون بيان بريبارينا بجديه، لانه لو كان كيما يقولوا ما تستهزأ بالخصم لو فوتبول راك تعرف اي واحد يستهزأ به يدور عليه كيما نقولوا بالدرجه خلصها غاليه. الحمد لله اون بيان بريباري، خدمنا مع الكوتش، خدمنا لي زاناليز مع دي فيديو عليهم. كيما شفت مباراة اليوم كانت سهلة نوعا ما، لأنه سجلنا هدفين في الشوط الأول، ومع ذلك استمرينا باش نزيدوا نماركوا أهداف واحد أخرين. الحمد لله ونا غاني 5-0. هنا يعطيك بلي احنا رانا نحضروا بكل جدية ونستهدفوا كوب دافريك ساتاني. علاش كل لاعب يحلم باش يتوج بالكوب دافريك هذه. احنا ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، نهديو هذا الفوز لشبيبة القبائل اللي سيبورتر داخل وخارج الوطن، وحنا اوطونك جوار تاع شبيبة القبائل راح نفرحوا اليوم ان شاء الله ونعاودوا ندخلوا في الشامبيون تاعنا ان شاء الله. صحيح لازم الاستعداد يكون مليح لمباراة الدور القادم امام المونستير، يعني فريق يعني فريق لاباس به. احنا راح نحضروا بكل جدية، احنا راح نلعبوا كاع لي ماتش سي كوم سي فينال، راح نحضروا لهم طري بيان ان شاء الله. عندنا لو كوتش هو اللي راح يستكلف بال تاكتيك بلي فيديو ولا حيجيبهم كالعاده. احنا ان شاء الله حنبريباريو بكل جديه وراح نعاملوا بكل جديه طيله الموسم، وما حاش نستهدفوا جوست لو كوب دافريك، نلعبوا على الشامبيون، نلعبوا على كوب دالجيري ان شاء الله، وان شاء الله القادم يحسن ان شاء الله. يعطيك الصحه بلال، بارك الله فيك، حد موفق. عوده اليك طارق في انتظار جلب لاعب اخر. نعم شكرا جزيلا سفيان. إذا كما قلت الكناري يحلق بخماسية كاملة في الدورة التمهيدية الأول لرابطة أبطال إفريقيا. مباشرة لك ذكريني، هل كنت تتوقع على هذه الخماسية بكل صراحة؟ ميكروفون برك ما تنساش. أنا كنت أنتظر 6 أهداف سداسية لكنها كانت سباعية. لا، هدفين في الذهاب و5 أهداف في العودة. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هنا 6. أنا كنت هنايا لا بكل صراحة، يعني بالأمس في حادثة في ال90 قلت الكريم أي اعتبار جاب المعمول ماهوش فريق هذا اللي نخاف منه ولا ما نخافش منه. فريق شبيبة القبائل فريق كبير، فريق له تاريخ في هذه المنافسة. الحمد لله هكذا يكون احترام المنافس. لا هذا ما كنت أريده، أن نحترم المنافس. لما تحترم المنافس هاي لك النتيجة أمامنا. جمهور يعني أروع ما يكون، خارج فرحان، لاعبين أدوا ما عليهم. ما تنساش الفريق المنافس على الإحصائيات، تخيل 8 مرات اللاعبين الجزائريين لاعبين شبيبة القبائل يكونوا في وضعية هكذا كانت الفرحة، يعني لا بين فرحة اللاعبين كبيرة، والجماهير، تبادل للتحية، شيء جميل جدا. هذا الشيء اللي كنا ننتظره منه. ولو أنها عدة مرات في لاعبي شبيبة القبائل كانوا في وضعية 8 مرات في وضعية تسلل، معناتها أن الفريق المنافس ولا مرة لاعب في شبيبة القبائل كان في وضعية الفريق المنافس كان في وضعية تسلل. لاعبي شبيبة القبائل 8 مرات يطيحوا في مصيدة. هذا يؤكد أيضا النزعة الهجومية الموجودة عند شبيبة القبائل. 5 أهداف. ألف مبروك لشبيبة القبائل. نتمنى لها إن شاء الله مزيدا من التألق في المباراة القادمة لهذا الدور التمهيدي الثاني. فريد ملولي، من سجل ثنائية في مباراة اليوم؟ اللاعب لحلو أخريب سجل. لحلو أخريب إذا متواجد مع سفيان مهني. سفيان، ماذا سيقول لك لحلو أخريب؟ لحلو صاحب الثنائية، ما سجلت هدفين اليوم، الشبيبة تأهلت إلى الدور القادم، واش تقدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا اليوم سجلت هدفين هنا في تيزي وزو في كأس رابطة إفريقيا. ان شاء الله نزيد نكمل هكا في الشامبيونا ولي ماتش اللي جايين في كوب دافريك ان شاء الله. ان شاء الله نزيد نخدم باش نزيد نفرح لي سيبورتر هذو اللي راهم يجوا لهنا اللي يعاونونا يساندونا بارتو هنايا ولا خارج الوطن. ان شاء الله نخدموا باش نزيدوا نفرحوهم ان شاء الله. وكل مباراه ان شاء الله نشوفوا هذه الاجواء في تيزي وزو ولا خارج تيزي وزو ان شاء الله. اليوم سمعنا الانصار كانوا يقولوا الشعب يريد لا كوب دافريك. بيان سور باسكو جياسكا معروفه بالالقاب. ان شاء الله اي جوار يتمنى يدي كوب دافريك في فلاش ياسكا ان شاء الله. بوركوا با ان شاء الله. يعطيك الصحه لحلو.
عودة إليك طارق. كان معنا صاحب الثنائية اللاعب الشاب المتألق لحلو أخريب. إذا شبيبة القبائل تأهلت إلى الدور المقبل، وحظ موفق لها في الدور القادم. عودة إليك طارق بوفليح مع التحليل والنقاش. شكرا لك سفيان، وشكرا أيضا للاعبين. لحلو أخريب من بين الأسماء التي راهن عليها اليوم جوزيف زيمباور، وكان في محله المراهنة كانت في محلها ثنائية لهذا اللاعب، دخله كأساسي وأثبت ذلك. نعم، ثنائية له في مباراة اليوم، وقدم الكثير سواء هجوميا أو دفاعيا أو حتى في وسط الميدان لما كان يدخل لكي يعمل تلك الكثافة العددية لاستخلاص الكرة أو حتى للعب الكرة القصيرة للصعود بها إلى المهاجمين. حقيقة اليوم كان ممتع وممتع جدا الأخطار. هذه كان الهدف الأول. الهدف الثاني جاء من بودبوز في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء. ثم ثالث بعمل رائع من نشاط تمكن من تسجيل الهدف أول، هذا الهدف الثالث ولكن من قدم الكرة. نعم، من قدم الكرة، من قدم الكرة مسعودي. نعم، جملة تكتيكية قوية. خروج اللاعب مسعودي على اليمين، سقوط اللاعب مرغم كمهاجم ثاني صريح. لذلك نظن أنه فريق شبيبة القبائل اليوم أبدع وأمتع تكتيكيا. تنوع في تسجيل، طريقة تسجيل الأهداف. نقطة القوة هل تراها أنه دائما على الأظهرة، الدخول إلى منطقة النهائية ومن ثم تمرير عرضية. رأينا في الشوط الثاني بعد دخول لاعب شرير، نفس سيناريو الهدف الثاني هناك في أكرا. نعم، رأينا في الشوط الثاني بعد دخول شرير في مكان موالي مع بداية الشوط الثاني ونشاط على الجهة اليمنى. رأينا تنوع تكتيكي كثير، صعود اللاعب شرير وحتى اللاعب نشاط، والدخول كوصف في الرواق الداخلي، لاعب في الرواق الداخلي. لأنه لما تشوف لحلو أخريب يلعب على الخط، ولما تشوف مرغم في كثير من الأحيان يلعب على الخط سماح للاعب شرير وحتى للاعب نشاط للدخول في الرواق. نعم، الرواق الداخلي لعمل تلك الكثافه العدديه او للتفوق النوعي على الاطراف. لذلك نظن انه حتى الاظهره اليوم كان لهم عمل خاص، خاصه بين قوسين الاخ طارق اللاعب نشاط على الجهه اليمنى، اين كانت جهه نشيطه ونشيطه جدا على اسم اللاعب. اين عمل الكثير والكثير. وانا لو كان تكون من وجهه رايي انا، لأن اللاعب لحلو أخريب عمل كل شيء وسجل، ولكن النقطة المضيئة اليوم في شبيبة القبائل هو الرواق الأيمن عن طريق اللاعب نشاط، ووسط الميدان الدفاعي لاعب بوجمعة الذي استخلص الكثير من الكرات في وسط الميدان الأخضر. تغييرات زيمباور 5 تغييرات في الشوط الثاني، يعني نصف الفريق غيره زيمباور. الثلاثي الأول دخل مداني بوت وشرير، بوت الذي أدى أيضا أدوار مميزة جدا. نعم، في تعويض بادا. محيوس ومالكي مع مجريات الشوط الثاني بإخراج كل من موالي بالعيد بادا وبودبوز ومرغم. تعتقد وفق كثيرا في تغييراته؟ نعم، نقدر نقول وفق، لأنه الفريق فاز بخمسة الأخطار، سجل 3 أهداف في الشوط الثاني. نظن أنه هذا هو الشيء الذي يعطيك، نقدر نقول احنا تتنفس به في قادم المباريات، أن كل نعم تنوع في اللعب، تنوع في طريقة الأداء من جهة اللاعبين داخل الأرضية في الميدان، حلول كثيرة يصنعوها، بنك احتياط قوي. لأنه في الكرة الحديثة الأخ طارق بنك الاحتياط، لما يكون عندك بنك احتياط قوي هذه هي قوة الفريق. اليوم ظهرت شخصية فريق شبيبة القبائل. نقدر نقول أنه فريق شبيبة القبائل راهو حاب يرجع للمنافسة الإفريقية بالشخصية الغائبة عن الفريق في السنوات القريبة الماضية. الآن عاد فريق شبيبة القبائل، ولكن لازم نحصروا أداء اليوم كمعيار بالنسبة للشبيبة للتنوع أكثر وللبروز أكثر في الجولة القادمة، لأنه هذا الدور ما هو إلى الدور الأول. نعم، لا يزال مشوار طويل وبعيد جدا، والمنافسين لن يكونوا بمستوى بيبياني. والمنافس القادم ستكون أولهم المونستير. نعم، ستكون ديربي مغاربي بين الجزائر وتونس، بين الشبيبة والمونستير. لذلك نظن أنه فريق شبيبة القبائل لازم يأخذ هذه المباراة كمعيار له
نقدر نقول حنايا باش يقدر يقدم اكثر في المباريات القادمه الاخ طارق، لانه نعم. لما نشوف الشبيبه الغائبه عن الميادين مثل الوفاق، مثل الاتحاد في السنه الماضيه، الاتحاد في السنه ما قبل الماضيه شباب، في السنه الماضيه الشباب غائبين كثيرا يوصلون الى الربع النهائي وبعدها يقصون. الان نريد ان نرى الفرق الجزائريه في الادوار الأولى والمتقدمة، دور ربع نهائي، نصف نهائي، ولما لا تنشيط النهائي وبطولة جديدة تدخل الجزائر الأخطار. نعم، نتحدث عن المباراة، هل يمكن اعتبارها معيارية من جانب النهج التكتيكي، من جانب مردود اللاعبين؟ هل على شبيبة القبائل تكرار مثل هذه السيناريوهات في المباريات القادمة من خلال استخدام الضغط العالي والهجوم المستمر؟ نقدر نقول لك أن المدرب مباراة اليوم قدر يعمل فيها تنوع تكتيكي كثير، لأنه المباراة ضد منافس قضى عليه في الشوط الأول أخطر ب2-0. قدر أنه يعمل ذلك التنوع التكتيكي، وقدر أنه يستخلص جرأة اللاعبين أو حتى بنك الاحتياط لإعطاء تلك الإضافة المرجوة منهم وإعطائهم دقائق إضافية باش يكونوا في نفس الموقع مع اللاعبين الذين يلعبون دائما كأساسيين. نظن أنه كان موفق كثيرا بهذا التنوع وبهذه الطريقة، طريقة تجريب اللاعبين وطريقة التنوع التكتيكي داخل أرضية الميدان، لكي يعطي فكرة لنفسه في المباريات القادمة أنه عنده لاعبين على سبيل المثال عنده اللاعب بوط الذي أدخله في مكان بادا يستطيع لاعب شاب أيضا. نعم، لاعب شاب يستطيع العمل كلاعب وسط ميدان ارتكازي، يلعب بوكس تو بوكس، هو أصله يعني مدافع محور. نعم، يلعب بالبوكس تو بوكس. ولكن ما حز في نفس اليوم الأخ طارق أن لم نرى في الشوط الثاني مع وصول اللاعبين إلى 20 أو 25 أو حتى 18 تسديدات من بعيد. هذه هي ميزة الفرق الكبيرة، لما يكون عندك العمق فيه كثرة، لأنه ممكن ستصطدم بعد في قادم المباريات بمنافسين متمركزين أقوياء. رأينا مرتين اللاعب محيوس، رأينا ثلاث مرات اللاعب مسعودي، رأينا اللاعب مرغم في مرتين، رأينا اللاعبين الذين يأتون من الخلف على مثال بوط في مرتين، رأينا اللاعب بوجمعة في مرة واحدة، رأينا اللاعب نشاط في 3 مرات. يريدون الدخول بتمريرات قصيرة. لما تكون الحلول غائبة على الأطراف أو حتى في العمق، فماذا على المهاجمين أو على الوسط الميدان الذي قادم من بعيد إلا الحل الفردي، سواء بتسديد من بعيد أو حتى بالعمل الفردي والدخول فرديا في وسط الدفاع. لذلك نظن أنه الحل الفردي لم يستخلص الشبيبة في مباراة اليوم، وهذا ما كان يعاتب عليه المدرب. ولو أنه بلال المسعودي في الهدف الذي سجله مرغم كان له دور يعني نعم فردي، كان له دور، نعم كان له دور، لأنه أخرج معه وسط الدفاع، عمل تمريرتين مع اللاعب نشاط على الجهة اليمنى ودخل وأخرج الكرة. ولكن سقوط اللاعب مرغم في وسط الهجوم هذا هو الذي عمل الفرق. نعم، يعني كان في مكانه. ما الذي يجب على شبيبة القبائل المحافظة عليه وتفاديه أيضا في الأدوار القادمة في هذه المنافسة؟ يجب الحفاظ على هذه، نقدر نقول لك على هذا الفكر الذي لعب به اليوم، ليطا ديسبري. فريق اليوم كان في وضعية نفسية وفي وضعية فكرية جيدة، هذا ما يجب الحفاظ عليه. ويجب الحفاظ كذلك على قوة المجموعة في التمريرات، أو حتى قوة المجموعة في الكتلة لما كانوا يصعدون مع بعض وينزلون مع بعض، قوة المجموعة في الدفاع لما كانوا نشوفوا حتى اللاعب أخريب واللاعب في الدفاع، لأنه الفريق لم يتلقى أي هدف. منظومة قوية اليوم. لما نرى اللاعب مرغم واللاعب أخريب يعودون للدفاع ويصلون حتى في منطقة 18، نظن أنه هذه هي قوة شبيبة اليوم. بكل صراحة فريد، مستبشر خير بشبيبة القبائل إن شاء الله. فريق شبيبة القبائل نحن كان عندنا واحد المثل قديم يقول لك فريق بدون ماضي فريق بدون مستقبل. شبيبة القبائل تملك ماضي، والماضي البعيد أو القريب تاعها ماضي جميل وجميل جدا. رفع راية الجزائر عاليا في إفريقيا مثله مثل الكثير من الفرق الأخرى. لذلك نتمنى إن شاء الله أن فريق شبيبة القبائل يعود بقوة في هذه المنافسة، ولما لا إن شاء الله نرى كل الفرق المشاركة هذا الموسم سواء في كأس أبطال إفريقيا أو حتى في كأس الكاف، أنهم يرفعون راية الجزائر عاليا إن شاء الله الأخطر. نعم، المشوار مميز أيضا لكل مولودية الجزائر في رابطة الأبطال، اتحاد الجزائر وشباب الوزداد في كأس الكونفدرالية الإفريقية. زكريني، مرتاح اليوم؟
بهذا الفوز؟ موش مرتاح كان حبسته هو يلا، لكن لا. استمتعت بهذا الملعب وبهذا الكم من الأهداف وبهذا الأداء والأجواء.